بسم الله. طيب احنا النهارده باذن الله هنتكلم عن اللاي اوت والجريد سيستم. فاول سؤال خلينا نساله كده مع بعض، ايه هو اصلا اللاي اوت؟ وده سؤال يمكن هو سؤال تقريبي شويه وانتوا خدتوا الاجابه بتاعته، فخلينا نجاوب عليه باجابه بلدي شويه. او طيب، انا محتاج حد ممكن احطه ادمن عشان بس يقبل الناس، احطه وسط. مين ممكن يبقى بره؟ ماشي. where are you؟ طيب. انا مش عارف احطك بس خلاص مش مهم. يلا. برضو. طيب، فاللي هو ببساطة شديدة أنا بحب أسميه إن هو الكل في الكل، هو الهيكل الأساسي، هو آه، محور التصميم بتاعك، وبل بالعكس هو ممكن يكون محور حياتك. لو حد شاف حلقة البودكاست أو الكراش كورس الصغير اللي أنا بعتها على الجروب بتاعت عزام العمري، كان بيتكلم على اللاي اوت في جزء منها، يعني فبيقول لك ان هو الاساس، يعني بيقول لك بمعنى اصح ان الديزاين هو عباره عن تقدر تقول اساس البيت هو الخرسانه، هو الاوضه، اما اللاي اوت هو حد بيتكلم. اما اللاي اوت هو فن اداره المساحه بتاعه الغرف، اللي انت الاساس هنا هيتحط ازاي، التوزيعه بتاعه الاوضه دي هتتحط ازاي. فمن غير لاي اوت كويس، او زي ما بيقولوا عليه جود لاي اوت، من غير جود لاي اوت المساحه بتاعتك دي انت مش هتعرف تستغلها احسن استغلال، وبالتالي ده هيأثر عليك وهيأثر على المسج او الرساله اللي انت عايز توصلها. طيب، اللاي اوت احنا بنستخدمه في كل انواع التصميم تقريبا بلا استثناء. فهو من مهاره مهمه جدا جدا جدا، مهم ان انت تدركها، مهم ان انت تفهمها وتحللها وتشوف ازاي ان انت تقدر تطلع لاي اوت بشكل كويس ويكون مظبوط والعين تكون مرتاحه. فلما انا اقول لك مثلا ان هو بيستخدم في كل انواع التصميمات، فده فعليا اللاي اوت احنا بنستخدمه في تصميمات السوشيال ميديا. اما انت بتيجي مثلا تختار هتحط التي او في فين، هتحط التي او في بأني شكل، فتقدر ان انت تعكس قصاده بالكتله، بكتله الفيجوال بتاعتك وهكذا. فده اصلا لاي اوت، ان انت بتشوف الكتل نفسها هتبقى عامله ازاي، فبالتالي هتحدد شكل العنوان يبقى عامل ازاي. فده يعتبر لاي اوت. كمان بنستخدمه بشكل اساسي جدا في تصميمات اليو اي واليو اكس. هو المحور الاساسي في تصميمات اليو اي واليو اكس، اللاي اوت والكونتراست بشكل اساسي بيلعبوا دور كبير جدا 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 جدا. في كمان تصميمات البرزنتيشن، ان انت بتعمل زي نسق موحد، او بتختار جريد سيستم معين بتفضل ماشي عليه طول البرزنتيشن، فده يعتبر لاي اوت. يعني مثلا لو بصينا على البرزنتيشن دي، فلو جينا بصينا عليها هتلاقي مثلا ان آه، في حاجات ثابته. طيب، لو في اي مشكله في الصوت عرفوني يعني. في تصميم حتى البرزنتيشن، فانت لو جينا بصينا مثلا على البرزنتيشن زي دي، هتلاقي ان الجهات مثلا الجزء اللي تحت ده ثابت، بعد كده عندها جريد سيستم موجود وثابت في كل الصفحات، عندها عنصرين زي دول ثابتين في كل الصفحات، نسق الالوان هتلاقيه هو في كل الصفحات. حتى كمان ده مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها لما نيجي نشتغل على كامبين كبيره او حاجه كبيره او كده، فبيبقى توزيعة الالوان بتاعتنا واحده. لو عندي 50 فيجوال، فانا توزيعة الالوان بتاعتي في ال 50 فيجوال لازم تبقى واحده. ويمكن ان شاء الله في اخر السيشن كده بقى في الريكورد واوريكم كام حاجه كده، هتلاقي كامبين كلها ماشيه بنسق الوان واحد، مفيش تغيير فيها، عشان خاطر هي محطوطه كده وهتفضل مكمله بالشكل ده. طيب، عندنا كمان اللاي اوت احنا بنستخدمه في تصميمات الهوية البصرية، سواء كان في البرزنتيشنز، سواء كان في البرزنتيشن، سواء كان حتى في اللاي اوت بتاع اللوجو نفسه اللي انت هتعمله، وحجم التناسق بين اللوجو تايب والايكون، او حتى كمان الادابتيشن او الفيجوال ايدنتي شكلها بيكون عامل ازاي.
اخر حاجه كمان معانا ان انت تستخدم تقريبا اللاي اوت في تصميم الحياه، وبعض الحاجات اللي احنا هناخدها النهارده هبدا اعكسها لك بشكل ملحوظ قدام عينك تقدر ان انت تفهمه. يعني مثلا انت في الغالب قبل ما تقعد على مكتبك فانت ممكن تكون بتاخد المكتب دوت وبتبدا ان انت تنظمه، وبتبدا ان انت تنظف فيه، بتبدا ان انت تشوف الحاجات اللي حواليك عشان ما تكونش مشتت. انا مثلا قبل ما اقعد دلوقتي على المكتب ما كنتش عارف انا هعمل السيشن هنا ولا هعملها في الاستوديو، قعدت اروق كميه حاجات كتير جدا على المكتب عشان خاطر بس اعرف اقعد اكون قاعد مركز وفوكس على اللابتوب من غير ما اكون حاجه مشتتاني. حد مثلا ممكن يقول لي لا انا بحب او انا ما عنديش مشكله ان انا اقعد في مكان يكون مكركب، بالعكس انا بستمتع بحاجه زي كده. فهقول لك ان ده اصلا برضو يعتبر نوع من انواع الايقاع في اللاي اوت، الا وهو اسمه العشوائي. مش فاكر اسمه بالظبط يعني، بس هو عشوائي، ايقاع عشوائي. فانت بتبقى آه، بتستمتع بحاجه زي كده او بتكون فوكس بحاجه زي كده. فده مثلا كان تعريف بسيط عن اللاي اوت من غير مصطلحات من غير تعقيدات، بحيث خاطر تفهم بالظبط هو ايه هو اللاي اوت وازاي ممكن نستخدمه وازاي بنستخدمه. طيب، كتعريف علمي ايه هو اللاي اوت؟ اللاي اوت هو الاسلوب اللي من خلاله احنا بنوزع العناصر داخل مساحه معينه من التصميم. هو الاسلوب اللي احنا بنوزع معاه العناصر داخل مساحه معينه من التصميم. بنقول الصوره هتتحط هنا، العنوان هتتحط هنا، الالوان هتكون بالطريقه الفلانيه، التكست افكت هيكون بالشكل الفلاني، الايكون سيت هتكون بالطريقه الفلانيه عشان خاطر دي منعكس على حاجه معينه. فكل ده في الاخر بيودي لاتجاه واحد بس، او بيودي لحاجه واحده بس، ان هي بتخلي المحتوى بتاعك يكون واضح وجذاب وان هو يكون سهل القراءه. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. المحتوى اللي مش بيكون سهل القراءه ده بتواجه فيه مشاكل، الا لو محتوى ثانوي او غير مهم، فانت ممكن تكون بتحط ده لمجرد بس ان انت توزن بيه كتله التصميم. زي الهيصه الكبيره اللي احنا شفناها من فتره على اعلانات البيلبورد الموجوده، وان في تكست صغير موجود فيها، ومين اللي هيقرا التكست ده؟ هو ممكن يكون مش عايز يقراه، هو ممكن يكون اصلا بيوزن بيه التصميم، او ممكن يكون التكست ده يكون فيه عباره عن معلومات اسرائيليه عن الكومباوند اللي هم بيتكلموا عليه ده، او ان التكست الصغير ده ممكن يكون فيه مثلا رقم السجل التجاري والبطاقه الضريبيه او نبذه مختصره عن الشركه. كل ده مش هيهم اليوزر اللي هيبقى ماشي، ويكون اهميتها البصريه في التصميم اهم بكتير من وجودها زي ما كنا بنقول المره اللي فاتت، اللي ملوش لازمه بنشيله، او اللاير اللي بنقف عليها ونخفيها لو لقينا ان هي ملهاش لازمه بنشيلها. فلو جيت بصيت مثلا على البيل بورد اللي ناس كتير انتقدتها دي، هتلاقي ان لو انت شلتها هتلاقي ان في مشكله في التصميم، وشكل التصميم ما بقاش كويس. فباختصار شديد اللاي اوت هو الهيكل الاساسي اللي احنا بنبني عليه اي تصميم ناجح. ببساطه شديده لان هو بيحول المحتوى من شكل عشوائي لتجربه بصريه. بالتجربه دي بتكون غنيه وثريه، وانت اللي بتبدا تمشي فيها وتغذيه بيها واحده واحده، وبتبدا ان انت تقول له خلي بالك عندك هنا كذا، عندك هنا كذا، عندك هنا كذا، عندك هنا كذا. فمعنى اصح انت بتمشيه في فلو او بتمشيه جوه دايره. الدايره دي هو اللي يعني هو اللي بتخلق التجربه، هو اللي بتخلق الشعور، هي اللي بتخلق ان هو ان الكامبين او البوست اللي هيشوفه او الفيجوال اللي هيشوفه يفضل مستمتع بيه ويفضل فاكره لاطول فتره ممكن. لان احنا في عصر سريع جدا، كل حاجه سريعه جدا جدا جدا، فمهم ان انت تشد انتباهه باقرب او باسرع طريقه ممكنه. هتشد انتباهه باسرع طريقه ممكنه عن طريق ايه؟ من وجهه نظري عن طريق الفيجوال رقم واحد، رقم اتنين عن طريق اللاي اوت. ولا بالعكس ممكن يكون لاي اوت حاجه اساسيه جدا. طيب. طيب احنا برضو انا في الاستراكشر بتاع الماتيريال اللي هو بيتبني كنت مركز على حاجة مهمة جدا. ايه هي الحاجة المهمة اللي انا كنت مركز عليها دي؟ ان انت يا باشا انا مش عايز ادخلك في كلاكيع او في مصطلحات او في انواع جرادز كتير أو حاجات تشتتك بمعنى اصح. بس انا عايزك تفهم انت المصطلحات دي بالتجربة، بعد كده اشرحها لك. فاحنا عندنا اول حاجة بنعملها دايما ان احنا بنقول ان تعالى خش كده ابدأ حلل وافهم التصميمات والشبكيات هي معموله ازاي، زي ما احنا حللنا بالظبط اللي احنا عملناه المره اللي فاتت في تصميمات آه، تصميمات ايه، في تصميمات في التغذيه البصريه في الانفوجرافيك. فاحنا ده نفسه بالظبط اللي احنا بنعمله في تصميمات بتاعه اللاي اوت او الشبكيات. طيب، فلو دخلنا مع بعض كده على انترست، خلينا ولا بلاش.
ماشي. تعالى ناخد مثلا تصميم زي ده. طيب فاحنا لو خدنا معانا تصميم زي ده، فانا لما باجي احلله او لما باجي افهمه كلاي اوت، ده تصميم لاي اوت سيرفر. طيب لما انا باجي افهمه او لما انا باجي احلله، فانا ببقى عايز اعرف مثلا، اول حاجه ببقى عايز اعرفها هو نوع الشبكيه اللي هو مستخدمها في التصميم ده. ففي الغالب هنا او اول حاجه ببدا احللها، هو هنا مثلا مقسم التصميم ده تقريبا التلت والتلتين تقريبا. الله اعلم ان كانت صح ولا غلط. هنشوف مع بعض. طيب في الغالب صح جدا. فهو اول حاجه عملها ان هو قسم التصميم بالتلت والتلتين. بعد كده حط رقم، الرقم ده دمجه مع الباك جراوند اللي هي اورنج، وهنا حط الباك جراوند او قطع التلت اللي تحت بجزء بيج، ودمج الاثنين مع بعض. ساب لك هنا نيجاتيف سبيس كبيره، ساب لك هنا برضو نيجاتيف سبيس حوالين الشخص فاضيه، وحط هنا الرقم بتاعه اللي هو 09. وبعد كده قال لك ايه، تراك نمبر، ابتدى يحط تكست صغير اللي هو هنا قال لك مش عارف كونسبت بوستر سيريس و2025 وهكذا. انت لما بتيجي تبص مثلا على حاجه زي كده، يا ريت تخش في الميعاد بقى. طيب فانت لو جيت تبص على حاجه زي كده، دي الطريقه اللي انت بتبدا ان انت تحاول تفهم بيها هو الديزاين ده ممكن يكون عاجبك ليه. الديزاين ده هو ممكن يكون عاجبك ليه، وليه شايف ان هو مثلا شكله حلو، او البوستر ده شكله حلو. ولو حد، لو انت عملته وحد يسقف لك ويقول لك برافو عليك، انت انتوا مشتتيني جدا. طيب فهتلاقيه بيقول لك برافو عليك، الشغل اللي انت عامله ده حلو جدا. فانت بتبدأ تحط نفسك مكان الشخص اللي بيصمم، وبتبدأ تفهم وتحلل هو عمل ده ازاي او عمل ده ليه. طيب خلينا نشوف بقى مثال تاني مثلا شوية يكون معقد اكتر. آه. طيب ما حد يختار معايا. ايه لافت نظري شوية اللي هو الولد أو البنت اللي جوه ام او تقريبا، أو حاجة كده، الأحمر اللي في الوش كده. ده؟ أو اوكي. طيب طيب بما انك اخترتيه، خليني برضو انا مش فاكر انا حطيته فين بالظبط، بس انا عملت حاجة شبهه جدا. خليني اجيبه من طيب ده انا بالظبط نفس الكونسبت. طيب ده بالظبط نفس الكونسبت. فلو جينا بصينا هنا هتلاقي ان هو في تكست حاطط جوه التكست شخص. الشخص ده هنا برضو عامل حاجة لطيفة جدا. هو مش بس عمل شباب بعد كده حاولوا تخشوا في الميعاد بالله عليكم. طيب فلو جينا بصينا هنا هتلاقي ان هو حاطط الشخص
جوه التكست اللي هو كتبه. وهنا عمل حاجة لطيفة قوي، شايفين هنا الحرف بتاع الاو؟ المفروض ان حرف الاو جاي كده، صح؟ صح. المفروض ان حرف الاو اللي هو جاي كاسر طبيعي، فالمفروض ان هو اصلا الجزء ده يبقى مقطوع. فاللي هو عمله هنا ايه؟ اللي عمله هنا ببساطه شديده هو برضو حاجه من انواع كسر الجمود، او ان هو يعمل موفمنت جوه التصميم. هو حتى هي مش معموله عبثا، لان هي لو شفناها وهي مقطوعه هتلاقي ان شكلها مش لطيف خالص، وشكلها مش حلو خالص. لكن لما ابتدى ان هو يخرج الجزء ده بتاع جسمها من حرف الاو، فده خلق معاك موفمنت لطيف ولذيذ جدا. طيب لو جينا نحللها بقى، هتلاقي مثلا ان هو هنا سايب مارجن من الأطراف في الجنبين. نفس الوقت برضو التكست اللي حاطه هنا هو نفس التكست، يعني هو نفس الكتلة أو المساحة مسمع عليها فوق. هنا كسر الجريد اللي هو مستخدمه بالكلمة فري فونت والكيو ار كود، ان هو اصلا مش الاينمنت معاه. طيب لو جينا مثلا بصينا برضو بس هنا، تفرق حاجة، هو كأن فري فونت والكيو ار كود اصلا دول حد ضافهم غير اللي عامل الديزاين شوية، لانه تقريبا اوكي. بنسبة كبيرة. اه بنسبة كبيرة، لان هو قطع بيهم الكلام هنا. هو بنسبة كبيرة ده اللي حصل فعلا. طيب لو جينا بصينا برضه هنا هتلاقي مثلا ان هو هنا في الكلام اللي هو every success starts with a dream، والدريم محطوطة كبيرة واخدة الكتلة كلاي اوت، كله من نفس الكتل، كله بيسمع قصاد بعضه، والتكست موجود او الكلام موجود جواه صورة معبرة، حتى الصورة واخدة التكتشر اللي يكون متناغم مع الفيجوال بشكل عام. طيب آخر مثال معانا وبعدها هتخش في التاسك، بس أنا مش عارف ده هعرف أجيبه ولا لأ، بس أنا بشوفه من الأمثلة القوية جدا. طيب أيوه هو ده. إيه؟ طيب هو أنت زعلان مني؟ طيب. طيب لو جينا بصينا هنا على بوستر زي ده، خلينا نقصه. وهنا ده مثال عملي بقى بحت على فكرة إزاي الجريد سيستم ممكن يكون بيساعدك إن أنت تطلع ديزاين في الآخر شكله لطيف. طيب لو جينا بصينا هنا، فهنلاقي إن الجريد سيستم اللي مستخدم، لو جينا مشينا عليه هتلاقي هنا عندك نضيفه جايد، هنا جايد، في مساحة في النص فاصلة. احنا لحد دلوقتي لسه ما دخلناش في أي مصطلحات. طيب وهنا مساحة تانية أهي، خالص ده. طيب تعالى بقى نبص عليها كده، ايه، حتة حتة وجزء جزء. طيب ميزة الجريد سيستم بالنسبة لك، أو ميزة الجريد سيستم عامة، في إن هو إن أنت بتعمل الجريد، فالجريد بيوجهك أو بيحركك في الاتجاهات اللي ممكن تخلق عندك كتل بصرية مش مريحة.
ان هو بيوديك في، او ان هو بيخلي عامل في انت الالارم كده، بيعمل لك زي الارم ان في، خلي بالك ممكن يكون عندك هنا كتل بصريه مش مريحه. فلو جينا بصينا هنا على، هتلاقي هنا ان في تكست، والتكست ده حجمه او وزنه بولد وتخين، فواخد كتله. هتبص تلاقيه قصاده على طول انعكس اليمه التانيه بالشيب دي، بالشيب بتاع الكيو ار كود، لونها ابيض، يعتبر شاذة جدا عن التصميم، والكيو ار كود موجود. وهنا كمان راح وازنها بايه، راح وازنها بالجرافيك اليمنت ده، وعملها لايتن خفيفه كده بالكيرفس في فوتوشوب. ده كان البوستر ده معمول فوتوشوب بالمناسبه. فمعموله بالكيرفس كده. فبالتالي لما تيجي تبص على كتلة جزء زي ده هتلاقيها متناسقة أو نفس كتلة جزء زي ده. طيب لما تيجي تبص هنا على الجزء ده هتلاقي هنا إن في أهرامات الجيزة وفي بادي تكست موجود. هتبص اليمة التانية قصادها هتلاقي في صورة لبرج القاهرة، واخدة صورة طولية، والألوان بتاعتها وورم شوية، وكمان محطوط معاها الشيب بتاعت احجز الآن، والسهم اللي بيودي على الكيو ار كود، وحتى كمان لون الشيب برضو ظاهر جدا عن اللون الباك جراوند، او في كونترست قوي. فبالتالي ككتله جزء زي ده هتلاقيه متناغم مع كتله الجزء ده. بلس كمان لو جينا بصينا مثلا على الصوره اللي هنا، هتلاقي ان الصوره اللي هنا هي نفس الصوره اللي هنا، وورشه عمل اوفلاين موجوده في النص، مع الاسماء موجودين برضو بيسمعوا قصاد بعض. فتبص تلاقي ان كانت كتله جزء زي ده كده مع بعضه موجود ومتناغم. طيب خلينا نعتبر ان احنا هنقص الطرفين دول خالص. طيب لو قصينا الطرفين دول خالص، هنا بقى النقطة اللي أنا بكلمك فيها، إن ميزة الجريد سيستم إن هو ممكن يكون بيواجهك أوقات كتير، لأن خلي بالك أنت هيكون عندك مشكلة هنا في الحتة دي. خلي بالك إن الحتة دي محتاجة إنها تتوزن، أو خلي بالك هنا في جزء كذا كذا كذا. طيب فلو جينا بصينا هنا هتلاقي إن الأهرامات مع البادي تكست، مع هنا برج خليفة، مع هنا برج القاهرة، واحجز الآن، والشيب حتى الصغيرة جدا البسيطة دي، هتلاقيها وزنة معاك ككتل. لو الصورتين مع بعض مع الجزء اللي في النص هتلاقيه وازن معاك الكتل. حتى هنا هتلاقي ان رقم 5 كبير ومنور، ولونه برضه هو معمول بالكيرفس، بس عارف لونه كده ايه، يعني لايتن شادد. كتلة اللون نفسها، كتلة اللون نفسها قوية. يعني لما تيجي تبص على كتلة اللون، هتلاقي إن هنا كتلة اللون الأحمر لا تقارن، أو لا، يعني ما ينفعش إن أنا أقارنها بكتلة اللون بتاعت توين إنفو، لأن ككتلة لون حمراء قوية جدا على العين. واصله لكم؟ فبالتالي هتبص تلاقي ان الجزء ده، حتى وان كان كتلته البصريه، او انت حاسس ان ككتله العناصر اللي فيه اقل من كتله العناصر اللي موجوده في الجزء ده، بحيث عشان خاطر هنا في ايكون كبيره في كلمه توين انفو، في هنا ستار. فهتبص تلاقي ان لا، ما هو عشان كتله اللون اللي هنا معوضه حتى الكتله اللي موجوده هنا. فتبص تلاقي ان كل حاجه انت راح، يعني التصميم ده لو انا بدات اقطعه لخمس ست اجزاء، هتلاقي ان اي جزء انا هقطعه فيه هيكون متوازن. اي جزء انا هقطعه فيه هيكون متوازن. طيب في نوع مثلا من انواع ال من انواع التوازن في او السيمتريكال ولا ايه، بيكون حاجه اسمها asymmetrical وسيمتريكال. خلينا اشرحها لكم. 500. خلينا هشرحها لكم بعدين، بس انا هنا عايز اوريكم حاجه واحده بس. طيب المره اللي فاتت لما كنت بقول لكم ان احنا بتعرف التصميم متوازن ولا لا، قلت لك ممكن تعمله بطريقتين سهلين جدا. الطريقه الاولى ان انت تقسمه نصين بالطول، وتقسمه نصين بالعرض. فلو جيت قسمت ده نصين كده، هتلاقي هل هو في كتله جزء اكبر من كتله جزء تانية؟ ها؟ لا لا، مفيش. طيب لو جينا برضو رحنا واخدينه نفس اللي احنا قلناه برضو المرة اللي فاتت بالظبط. لو انا جيت هنا رحت قصه تقريبا ده النص.
ولو جينا قصيناه بالطول برضه هتلاقي ان هو نفس الفكره بالظبط. فده ميزه الجريد سيستم. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه مع بعض باذن الله؟ دلوقتي لا، خليني اشرح لكم اخر حاجه سريعه. طيب احنا عندنا شويه مصطلحات او كم مصطلح كده. طيب فاحنا عندنا كم مصطلح كده مهم ان احنا نخلي بالنا منهم. الا هو الرو ده اللي هو الصف. وعندنا حاجه اسمها كولم، الكولم ده العمود. تمام. وعندنا حاجات ثابته معانا تقريبا في اغلب بيت او في اكتر انواع الجريد سيستمز. عندنا حاجه اسمها مارجن، وعندنا حاجه اسمها جدر. المارجن دي اللي هي المساحه الامنه اللي انت بتسيبها، اللي هي السيف اري اللي انت بتسيبها، او بمعنى اصح الحواف بتاعتك. الجدر دي هي المساحه او المسافه اللي بتكون فاصله بين الصف والعمود، او بين العمود والعمود، او بين الصف والصف، اللي هي المساحات الفاصله اللي انتوا بتشوفوها مثلا. آه طيب خلينا أسرع أهي. اللي هي إيه؟ شايفين أنتوا المساحة الفاصلة بين الخطين دول؟ المساحة اللي في النص دي هي دي الجدر. المساحة اللي هي برضو هنا بين الصورة دي والصورة دي، ده الجدر. طيب مش هخش في حتة مصطلحات دلوقتي، هنجيلها كده كده. بس أنا كل اللي أنا محتاجه منكم، أو كل اللي أنا عايزه، إن أنت بس تكون عارف إن في حاجة اسمها مارجن اللي هي المساحة أو الحواف، وإن يكون في حاجة اسمها كولم اللي هو لو التصميم بتاعك متقسم لأعمدة، وان يكون في حاجه اسمها روز او رو اللي هو الصف لو التصميم بتاعك متقسم لصفوف. يعني مثلا تصميم زي اللي احنا شفناه في الاول ده، فده يعتبر متقسم روز. ليه؟ هو متقسم ثلاث صفوف مع بعض. تمام. فده حاجة. طبعا ممكن الجريد سيستم يبقى متشابه مع، يعني ممكن ندمج نوعين من الجريد سيستم مع بعض، وده هنشوفه مع بعض وهنشرحه دلوقتي. بس دي ثلاث حاجات مهمة، مهم أو أنا محتاج إن أنت تعرفها. حاجة اسمها جتر، هي المساحة الفاصلة بين العمود والعمود، أو بين الصف والصف، أو بين تقاطع الصف مع العمود. وحاجة اسمها مارجن اللي هي المساحة الآمنة. والكولم اللي هو لو أعمدة طولية، ورو لو صفوف. طيب الورق اللي معاكم نقفل ده كده. آه. طيب. انتوا شايفين صح كده؟ هو كله الكاميرا. تمام. الورق اللي معاكم هتلاقوه هو مخطط بالشكل ده بالظبط. انا ما اعرفش انتوا طبعتوا كام ورقه، بس انا كنت قايل لكم تطبعوا تقريبا من 10 فما فوق. المطلوب منكم في الاول ان انتوا هتاخد الورقه دي هتقسمها لي ثلاث اتلات بالوايم. يعني لو جينا بصينا هنا هتلاقي مثلا ان تقريبا ده هيكون التلت الاول بتاعك، مكان ما انا ما قسمت كده بالظبط. ده تقريبا هيكون التلت الاول. في التلت الاول ده اللي انا محتاجه منك ان انت هتاخد القلم الرصاص بتاعك، وهتبدا ان انت تحط لي بودي تكست هنا وصوره كبيره. بعد كده هتروح فارد الورقه، وهتبدا تحط لي ثلاث صور مثلا وبودي تكست. ده بالنسبه لك مثلا ده لاي اوت. اللي انا عايزك في الخطوه اللي بعديها ان انت هتروح واخد الورقه التانيه، وهتبدا ان انت تكتبها بالشكل ده زي ما هي مفروضه كده، وتحط لي فيها 10 صور مع بودي تكست. يعني 10 صور، وان يكن مثلا صوره الاولانيه. طبعا انت الصوره احنا بنين نرمز لها بحاجه يعني، فبنرمز لها برمز اكس. يعني انت مثلا هتحط الصوره في الجزء ده فبترمز لها بالرمز اكس. طيب فاللي انا محتاجه منك ان انت هتروح هنا حاطط مثلا صوره تبقى هي الصوره الرئيسيه، هتعتبر ان دي صفحه وان يكن ويب سايت او صفحه مقاله او انفوجراف او ايا كان. تبقى هنا مثلا الصوره الرئيسيه. بعد كده تحط لي مثلا اربع صور واربع صور وصوره تختم بيها تحت. طبعا كل صوره تحتها مثلا العنوان بتاعها، تحتها التعريف، وهكذا. طيب فبالعشر ورق اللي معاك انا محتاج تشخبط مش اكتر. بس انا بالعشر ورق اللي معاك انا عايزك تحط لي اكبر كم داتا ممكن جوه مساحة الورقة دي، سواء كان كم الداتا ده
بالصور او بالنصوص او بالاثنين. اكبر كم ممكن انت تقدر تحطه جوه المساحه دي هتحطه لي. واضحه؟ واضحه. تاني. طيب معلش، ثانيه واحده. طيب ثانيه واحده، هحاول اجيب لكم. آه عملناها قبل كده. م- م. معلش يا شباب، دقيقة بس. مش فاكر أنا حطيتهم فين، بس إن شاء الله وصلنا. احمد، انا معايا صورة انت كنت شارحها في كورس قبل كده بتاع كيف بدأ، هو إيه فرعها لك ولا؟ طيب اوكي. بعتها لي. مش فاكر أنا حطيتهم فين، أنا كنت مصور كتير. هو الدوشة اللي حواليا ظاهرة؟ لا لا خالص. والله مش فاكر. بعتها لك على الجروب، شوفها كده. طيب ماشي. أيوة. أيوة هي دي الصورة أصلا أنا بدور عليها. اي خدمة. طيب ثانية واحدة. طيب بصوا هنا. ده حد، بصوا هنا بقى كان عامل إيه. هو كان معاه الوقت ساعتها، وهي كانت اسمها أماسي، أنا فاكر اسمها كويس. آه فابتدت إن هي ترسم. بص رسمت الحروف، كتبت ذا جود وان، ورسمت الحروف جوه الجريد المعمول على الورق، نفس الورق اللي معاكم بالظبط. وابتدت تكتبها هنا، ابتدت هنا حطت شخصية، هنا حطت صورة، هنا حطت تكست، هنا حطت صورة كمان، وهي هنا حطت جرافيك اليمنت أو شيب. هنا تاني راحت جاية. ركز بقى معايا هنا في نفس العناصر بالظبط، يعني ركز معايا. هتلاقي هنا مكتوب إيه؟ مكتوب هنا ذا جود وان، وفي بادي تكست، وفي صورتين، ماشي، وفي شيب. راح جاي هنا فوق مستخدمة نفس الشيب هنا اهي بالسكتش، ادي واحدة اهي، وادي واحدة تانية اهي. وبعد كده كتبت ذا جود ذا وهي، والشخصية اللي هي رسمتها هنا رسمتها تاني في النص.
وكتبت ذا جود 1، وابتدت انها تحط الصوره والتكست، وحتى الكلام ده قسمته هنا اهي في الجزء ده وفي الجزء ده، وهنا قالت ان احنا ممكن نحط اي عنصر تاني. فده مثلا ده كان سامبل ممتاز، ده اللي انا اصلا كنت بدور عليه. طيب هنا مثلا حد تاني فقال لك ان احنا دلوقتي الكتله بتاعتنا، قال لك هنا هحط الهيدلاين في المساحه دي، وهنا هحط زي بادي تكست في الجزء ده، وهنا هحط الصورة طولية بالشكل ده. بعد كده تحت هنزل احط صورة هنا، وبعد كده احط باراجراف واحط السعر تحت. بعد كده هحط صورة هنا، باراجراف واحط السعر تحت هنا، وباراجراف واحط تحت، وهنا هكتب او هحط تكست. نموذج تاني هنا قال لك ان انا هحط الهيدلاين، وهنا هحط البادي تكست، هنا اوظف صورة، وهنا صورة، هنا CTA، هنا تكست، وبعد كده 3 صور تحت ب3 فقرات. طيب نفس الكلام هنا قال لك هنا هحط العنوان، صورة، بودي تكست، صورة، تكست، صورة، تكست، صورة، تكست. فاللي أنا عايزه منك إن أنت بقى التحدي اللي يكون بالنسبة لك، أو الحاجة اللي أنت تعملها، إني مثلا تاخد ده يبقى ده التوجه بتاعك، إن أنت إزاي توظف نفس العناصر بأكتر من طريقة مختلفة بنفس الجريد وفي نفس المساحة. زي ما هنا حطت الصورة والكلام والشخص نفس العناصر بالظبط، وظفتها بطريقة تانية مختلفة، والاتنين تمام، وتقدر توظفها بطريقة تالتة ورابعة وخمسة وستة، ووصلت كده مع المثال أعتقد واضحة. صح. لو حد مش فاهم عادي. بس أنا يعني جربوا كده، بس أنا عايزكم تسكتشوا الأفكار، حتى لو ما تقسموش، هسهل عليكم، ما تقسموش. وممكن تعملوا حركة لطيفة جدا. انتوا اوريدي عملتوا، المفروض ان انتوا عملتوا التاسكات بتاعتكم. شوفوا التاسكات بتاعتكم، شوفوا احسن ديزاين عجبكم، وابداوا نفذوه على الورق باكتر من 5 6 طرق مختلفة، 10 طرق مختلفة. ده فكرة تانية. او بدماغكم انتوا الحاجات اللي تيجي في دماغكم حطوها. بس معاكم احنا دلوقتي 8:55. نرجع 9:15. 3 ساعة ده وقت كافي جدا. وانا بس عايزه اقول حاجه بالنسبه الست والخمس صور. هو النقطه كلها ان انا برضو لو حطيته هاجي احس لو انا طبقته يعني على اللاب برضو هحس ان هو كتير، يعني حاسس ان في صور كتير ففي زحمه فالعين مش مرتاحه. ما انت لو استغلتي المساحات وطريقة عرض الصور دي، ده مش هتكون زحمة ولا حاجة. يعني لو بصينا هنا، خلينا نفتح خلينا نفتح حاجة زي ده مثلا. ادي 1 2 3. تمام. هنا هتلاقي 1 2 3 4. طيب خلينا ننزل تاني. طيب هنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب خلينا نفتح ده. هنلاقي إني أدي 2 4 6 8 10 12. فالفكرة كلها في طريقة توظيف الصور دي داخل المساحة اللي انت بتشتغلي فيها. مثلا أنا كنت سألت آدم، كان عامل حاجات متداخلة في بعضها، فبقول له هو أنت عندك سبب تكسر بيه الجريد؟ أنا كنت مستنيه يقول لي لأ أو يقول لي مش بالحب. فلو جينا بصينا هنا، لو هنا دي في الغالب معمولة بجريد سيستم، فهتلاقي إن هو كاسر الشبكية بالصور عشان يخلق شعور أو يخلق تجربة معينة. نفس الكلام هنا بالظبط. الصورة اللي في النص دي، الصور كلها مش مترتبة بشكل مش يعني مش بشكل محدد أو مترتبة بشكل عشوائي. الصور اللي في النص، فهو عشان يخلق شعور معين أو يوصل رسالة محددة من خلال طريقة عرض الصور بالطريقة دي. أنت بتكسر الجريد لما يكون عندك سبب. لو جينا بصينا هنا، هنلاقي إن برضو أدي 3، أدي 6، أدي 7 8 9 صور. فالفكرة كلها في طريقة توظيف الصور دي. وعشان كده بقول دايما إيه، ما تيجي تشتغل يبقى اشتغل بريفرنس. يعني وأنت شغال على شغل، اشتغل بريفرنس، مش عيب، بالعكس ده هيسهل عليك. يعني هيسهل عليك وأنت بتشتغل. بس المهم في الأول في الآخر إن أنت لما تحط الاتنين جنب بعض،
يبقوا الاتنين مختلفين، مش ده كوبي بيست من ده. يبقى انت لما تبص على الاتنين، لا ده حاجة وده حاجة. بس في الآخر انت ممكن ده يساعدك في طريقة توظيف الصورة، في طريقة عرض الصورة، وهكذا. هنا مثلا هنيجي نبص هتلاقي برضو في كده واحد اتنين، ودي واحدة هنا من ورا تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، قول يا أربعة أو خمسة أيا كان، وهكذا. فالفكرة في طريقة توظيف الصورة وطريقة عرضها، مش في عدد الصور. انت ممكن تحط 100 صورة داخل المساحة دي، بس هتحطيهم ازاي وتوظفيهم ازاي وتعرضيهم بشكل عامل ازاي. طيب خلينا نرجع بقى هنا. ده كان انفوجراف انا عملته تقريبا من حوالي سنتين ونص او يمكن اكتر، او سنتين، مش فاكر المدة بالظبط. بس المهم ان انا عملت دوت وبعته للارت دايركتور، والارت دايركتور وقتها هي اللي عملت لي السكتش ده. قالت لي ماهر، خلينا نعمل خلينا نحط العمودين دول جنب بعض هنا، وبعد كده نحط الجزء ده هنا، ونحط العنوان اللي هو خدمة وزارة الحج خلال الموسم كذا 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 في الجزء ده. وبعد كده تحت نحط مركز نسك، وعشان هنا وجود الكعبة بالشكل ده في الجزء ده خلى الجزء اللي على اليمين يعني المحتوى مش مترابط ببعضه. حط لي بقى المحتوى كله يكون في الجنب اليمين، والصورة تكون في الجنب الشمال. فبص لما جينا نفذنا ده، انا هنا مش بكلمك وبقول لك الشغل حلو او الشغل وحش او ايا كان، بس انا هنا بقول لك حاجه واحده بس. احنا بندور على الجماليه اكتر من ان احنا ندور على حاجه العمليه. فلو جينا بصينا هنا هتلاقي، سيبك من الاكسكيوشن، يعني بصراحه بالنسبه لي الانفوجراف ده كارثه، كميه الشيبس دي كارثه. بس ركز معايا على فكره الهيراكي بتاعت التكست، وان كل تكست ازاي واخد حقه مترابط ببعض. فهنلاقي ان العين هنا بتسكان بشكل احسن، بتشكل بشكل أحسن عن طريق إيه؟ إن أول حاجة بتشوفها خدمات وزارة الحج والعمرة خلال وزارة الحج خلال موسم 1445، وبكتب لك شوية إحصائيات تحت. بعد كده هنا فصلت لك الكتلة، بقيت بتكلم عن مركز العناية بضيوف الرحمن. وبعد كده كتلة تانية خالص بحاجة تانية بفقرة تانية خالص، بقول لك تدريب العاملين في خدمة ضيوف الرحمن. بعد كده نزلت تحت قلت لك مركز نسك، حطيت لك الارقام كلها، فبقت عينك موجهه وماشيه بشكل احسن. مع ان هو نفس المحتوى، وهو يعتبر نفس طريقه العرض، بس الفكره كلها في التوظيف اتغير، وطريقه عرض المحتوى او الاكسبيرينس بتاعت اليوزر وهو بيشوف الديزاين ده اتغيرت بنسبه 180%، لما بحته سكتش صغير على ورقه. يعني بحتة سكتش صغير على ورقة اتغيرت بشكل كبير جدا جدا جدا. بقت الانسيابية بتاعة المحتوى بقت شكلها أحسن كتير، وتجربة اليوزر والفلو بتاع اليوزر وهو بيتحرك أو عينه جوه الانفوجراف اتغير بشكل كبير جدا. فالهدف من التاسك اللي انتوا عملتوه ده، الهدف منه كان ان انا اقول لك جرب تسكتش الشغل قبل ما تعمله، حتى لو بشكل كروكي. مجرد ما ان انت تقرأ المحتوى ده هيساعدك في ان انت تسكتش المحتوى ده. وكده كده لما نيجي ان شاء الله في موضوع الانفوجراف، ان شاء الله الخطوات هتبقى سهلة جدا جدا جدا، وهتفرق معاكم بشكل كبير جدا. بس فكرة السكتش عامة في الشغل بتفرق معاك بشكل كبير، وتقدر توظف المحتوى بأكتر من طريقة مختلفة. أنا دلوقتي لو قلت لك خد الانفوجراف ده، أو خد السكتش ده، طلع لي بنفس العناصر اللي جوه السكتش ده خمسة ستة عن طريق الورقة والقلم، هتقدر تطلع. ليه؟ لأن عينك بتفكر أو دماغك بتفكر بشكل أحسن بكتير قوي بالورقة والقلم عن الديجيتال أنت محكوم. انما بالورقه والقلم انت عينك بتتحرك وبتجري من غير ما تفكر. كان بسمة تقريبا كانت كاتبه فين، بتقول انا عملت حاجات كده من دماغي، سبت ايدي تتحرك مع القلم. فده بالظبط المفروض ان انت تعمله اول ما تستلم التاسك بتاعك. لو في كميه داتا كتير او في كميه حاجات كتير، فتبدا ان انت تسكتش الحاجات دي هتتحط مع بعض ازاي، الحاجات دي ممكن اوظفها ازاي. 100% هيطلع معاك حاجه كويسه جدا، او هيطلع معاك حاجه مختلفه جدا جدا جدا. طيب مش عارف اعرضها ولا لا، بس خلينا، مش هينفع. طيب بلاش. يعني ان شاء الله ممكن على نهاية السيشن اكون اعرضها لكم.
طيب بالنسبة لجزء التاسك كده واضح، يعني فهمتوا الكونسبت أو الهدف من الشخبطة اللي انتوا كنتوا بتشخبطوها؟ ايه النوم ده؟ ايه النوم ده بجد؟ انا والله نفسي اتكلم واعرفك والله يا عم احمد، بس انا ما حضرتش من الاول اللي هو. لا انا معاك والله، بس مش مركزه اكتر ان انا ادخل افصلهم شويه لو بتكلم. لا عادي، يعني ادفع له عشان ما انامش والله. لا معاك، ما تقلقش والله. اه، فريلانسرز عندهم اللي بيشتغلوا ريموت عندهم رهاب اجتماعي. انا ضايق بصراحة. طيب خلينا بقى نخش على فده كانت فايدة التاسك الأولى. الفايدة التانية إن إحنا دلوقتي هنتعرض مع بعض لأنواع الجريد سيستمز. الأنواع دي آه عارف أنت هتحس إن الدنيا مكركعة ومعقدة أوي، بس مع السكتش ده إن شاء الله يعني تحس إن الموضوع أبسط وأسهل. طيب خلينا نخش في أول نوع معانا ألا وهو الكولم جريد. إيه هو الكولم جريد ببساطة؟ الكولم جريد هو بيكون عندنا إن مساحة التصميم بتاعتنا أو الأرت وورك اللي إحنا بنشتغل فيه بيكون متقسم لأعمدة. الأعمدة دي ممكن يبقى اتنين، ممكن يبقوا ستة، ممكن يبقوا أربعة، ممكن يبقوا تلاتة، حسب ما أنت عايز. الكولوم جريد بيكون متقسم احمد هو انت عامل شير؟ أنا نسيت، سوري. من الاول بقى. طب عندي سؤال بس قبل اه، وانا ازاي استخدم السكتش ده يفيدني ازاي في البنت جريد؟ يفيدك في إيه؟ يعني ازاي هطلع منه بنت جريد عموما يعني؟ إزاي تطلع منه بنت جريد؟ اه أوريك تحت، متستعجلش، تمام. عشان إحنا شارحين البنت جريد أصلا إن شاء الله يعني. يعني فاكرني ولا لسه؟ لا لسه، طيب الحمد لسه لله. بادئين فيه. طيب طيب الحمد لله. فاحنا عندنا في الكولم جريد ده اول نوع معانا. الكولم جريد متقسم لثلاث حاجات، آه، آم، او ثلاث مصطلحات مهم ان انت تعرفهم فيه. ان في مصطلحين احنا اتفقنا ان هم هيكونوا ثابتين معانا، اللي هو المارجن والجتر. دول هيكونوا ثابتين معانا في اي حاجه انت بتشتغل عليها. الجتر ممكن نعمله وممكن ما نعملوش، اللي هو قلنا المساحه الفاصله اللي بتبقى بين الكولم والكولم او بين الرو والرو. فده الجتر ممكن تعمله وممكن ما تعملوش حسب انت عايز تعمل ايه او حسب الهدف اللي انت عايز توصله من التصميم بتاعك. طيب وعندنا المارجن قلنا اللي هي المساحة الآمنة، والكولم اللي هو العمود. طيب في الكولم جريد انت ممكن تعمله اتنين، ممكن تعمله ستة، ممكن تعمله أربعة، ممكن تعمله 20، ممكن العدد اللي انت عايز تعمله فيه اعمله فيه زي ما انت عايز. طيب ايه هو الكولم جريد ببساطه شديده؟ الكولم جريد هو عباره عن شبكه من الاعمده زي ما انت شايف كده، عمود 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 عمود. فهو من اسمه فهو بشكل اساسي بيعتمد على الاعمده، فهو عباره عن شبكه من الاعمده. احنا بنستخدمها في نظام تقسيم بصري. بيكون ان عندنا مجموعه اعمده رئيسيه. الاعمده الرئيسيه دي عرضها اسمه ايه، عرضها متساوي، ان هم يكونوا العرض بتاعهم واحد، فهم بيكونوا عباره عن اعمده رئيسيه متساويه داخل مساحه معينه. طيب ميزه الكولوم جريد ايه؟ الكولوم جريد ميزته ان هو بيساعدك في ان انت تحافظ على توازن التصميم. ببساطه شديده انت عندك هنا التصميم متقسم نصين. فالكتلة اللي انت بتحطها في العمود الأول هي نفس الكتلة اللي انت بتحطها في العمود التاني. فبالتالي مش محتاج ان انت تديزاين في الأساس، لأن انت اوريدي عملت الكولوم جريد فبتلتزم بيه. فالديزاين في النهاية بيطلع معاك موزون وبيكون شكله كويس. فباختصار خلينا متفقين ان الجريدز كلها هي عبارة عن هيكل خفي جوه التصميم. ظهر ترند من فترة ان هو ما بقاش هيكل خفي، بقى جزء من التصميم. زي مثلا ما جهاد عامله هنا في البرزنتيشن، انت شايف اوريدي الشبكات اللي هي موجوده هنا كده. فهي مستخدمه الجريد كعنصر بصري اساسي جوه التصميم. ف يعني هم ممكن تستخدمه كعنصر اساسي، ممكن تستخدمه كهيكل خفي، وهو ده الاساس بتاعه اصلا، هو عباره عن هيكل خفي. مثله ان هو بيخلي التصميم بتاعك يكون مرتب وواضح وسهل القرايه. طيب لو جينا بصينا على ثلاث تصميمات زي دول، زي ما قلت لكم احنا ازاي بنعرف اذا كان التصميم ده ايه نوع الجريد المستخدم فيه. فانت بتاخد التصميم تبدا تمشي عليه
بالجايدز جوه فوتوشوب، جوه الستريتور، ايا كان البرنامج اللي انت بتشتغل عليه. تبدا ان انت تمشي عليه بالجايدز لحد ما توصل لهيكل معين هو مستخدمه جوه التصميم. فلو بصينا على الثلاث تصميمات دول هتلاقي ان هو مستخدم الكولم جريد، هنا مستخدمه 3، هنا مستخدمه 6، هنا مستخدمه 4. طيب لو جينا بصينا مثلا على التصميم اللي في النص ده، فهتلاقي ان لو قسمت التصميم نصين هتلاقي ان النص الاول مكون من 3 اعمده. العمود الاول فيه التكست بتاع تشايلد، العمودين التانيين متقاطع فيهم الايه التكست ده. وكذلك الامر هنا. لو جينا بصينا على تصميم زي ده، ان هو قالك حاطط لك برضو ثلاث كلمات في 3 اعمده، وحاطط الصوره، وفي نفس الوقت برضو عامل هنا حركه لطيفه. الحركه دي مهمه جدا، ان انت بتخلق موفمنت جوه التصميمات بتاعت اللاي اوت بالذات. عشان تخيل ان التصميم ده لو كانت رجل البنت دي ما كانتش ظاهره هنا، ما كانتش فوق، يعني كانت الصوره تحت والكلام فوقيها، كان التصميم هيبقى عارف انت جامد كده، وهيبقى طف كده، مش هيكون واضح يعني بشكل، او مش هيكون فيه نوع من انواع الحركه. فبالتالي توظيف التكست مع الصوره، مع الحركه بتاع قطعه الرجل، ان هو خلق موفمنت، مع تواجد السهم هنا في ان هو طلع الجزء اللي فوق عشان يعوض الكتله اصلا الموجوده تحت. فده كله خلق معاك شكل لطيف. كذلك الامر هنا، بصوا هو هنا يعتبر وظف الجريد بشكل واضح وصريح جدا، بس ما وظفوش كلاينز، وظفه كافكت. الافكت اللي هو عمله، او الجلاس افكت اللي هو ضافه على الشيب اللي ورا، فهو ضافه بالتدريج. فنفترض مثلا ان هو هنا مثلا كان عامل دوشن بلور عامله 10%، فهنا انا عامله 30%، هنا عامله 40%. فبالتالي توظيفة الجريد بشكل عام هتحسسك ان هو كولوم جريد. وهو لما جه رسمه ما رسموش كخطوط، هو رسمه بالافكت اللي هو عايز يطلعه بيه، فبالتالي طالع معاك بالشكل اللي ظاهر قدامك. طيب فده كان باختصار شديد مثلا الكولوم جريد. تقريبا في معلش ثانية واحدة عشان حاجة ناقصة. اه لا مش تايه. تمام يا يوستينا. طيب فكرة الموفمنت اللي احنا كنا بنقول عليها، الموفمنت ببساطة شديدة ان انت بتشوف عنصر يخلق معاك حركة جوه التصميم، او تعمل حاجة في التصميم لما تكون بتعتمد على تصميم فيه صورة ستاتيك وتكست. فبتدور على حاجة تعملها جوه التصميم ده تخلق معاك موفمنت، او تخلق معاك حركة جوه التصميم. فالحركة او الحاجة اللي انت بتعملها دي انت بتكسر بيها الرتابة، او بتكسر بيها الملل. فهنا الحركة اللي عملها في رجل البنت ان هو قصها بالشكل ده. فهنا خلق نوع من انواع الحركه، ان البنت بتنط وطايره في السماء، ورجليها خرجت بره التكست، او رجليها فوق التكست والرجل التانيه تحت التكست. فزي ما علي بيقول عمل عمق، فهو عمل عمق وحركه او موشن جوه التصميم. في تصميم مثلا زي ده، طريقه توظيف صوره الشخصين اللي جوه التصميم خلقت نوع من انواع الموفمنت، ان هو قص الصوره بتاعتها بالنص ونزلها تحت، وحط الصوره بتاعت الشخص او الراجل فوق. ف وقص صورته وخلى عينه حتى مش باينه جوه التصميم، مع
توجه الاسهم او مع وجود المستطيلات البيضاء اللي معمول لها بلور خفيف دي، فخلقت احساس ان التصميم عامل كده، يعني ان التصميم طالع نازل، ان التصميم فيه حركه. نفس القصه بالظبط اللي هو عملها هنا. هو هنا راح برضو فكرة البلور اللي عمله بالتدريج فرسم بيه الجريد، خلت شكل التصميم في النهاية شكله حلو جدا. في نفس الوقت حسسك بإن فكرة إن أنت كل ما سواء أنت بتبدأ من الشمال أو من اليمين، كل ما بتبدأ أو كل ما بتتحرك جوه التصميم في حركة بتحصل، في موفمنت بتحصل. فده ببساطة شديدة الموفمنت توظيفها جوه تصميمات اللاي اوت، ان انت عارف انت مش عارف اصيغها ازاي. اللي هو بتكسر الملل او بتكسر الرتابة بتاعة التصميم. فدي ببساطة شديدة الحتة بتاعت الايه الموفمنت. في بريك للصلاة، بس خلونا ناخد شوية تعريفات سريعة جدا. مش هنا ثواني. طيب اهي دوري. احنا خدنا ايه؟ احنا خدنا دلوقتي قلنا خدنا ان احنا خدنا المارجن، وقلنا ايه هو المارجن قلنا هو المساحة الآمنة او هو الهامش اللي انت بتضيفه، بتكون عبارة عن مساحة غير مرئية بحدود الشبكة اللي انت بتستخدمها. فعشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان انت مثلا لو قلت لي طب انا دلوقتي الشغل اللي انا بستخدمه ده هو شغل ديجيتال مش هطبع، فمش مهم ان انا اسيب فيه مارجن. فهقول لك ان احيانا مثلا سكرين الموبايل بتبقى من الحواف بتاعتها جايره شويه على الشاشه، او الجراب اللي الشخص مثلا بيستخدمه جاير شويه على الشاشه. فمهم ان انت تسيب المارجن بتاعك. امتى ما تسيبش المارجن؟ لما تكون عايز انت قاصد او انت عندك هدف في ان انت لما تحط التكست او تحط الصور في الحواف او في الاطراف تبقى قاطعه عشان توصل رساله او توصل حاجه محدده. زي ايه؟ زي مثلا ما هو حاطه كانت فين؟ كانت في التاسك اللي انا عملته، اللي انا بعته لكم. طيب هجيبها لكم بعد البريك. طيب الجتر قلنا ايه هو الجتر؟ قالك ان هو المسافه بين كل عمود وعمود، او بين كل صف وصف، المسافه الفاصله او المساحه الفاصله بين الاثنين. طيب لو جينا بصينا على تصميم زي اللي انتم شايفينه قدامكم ده، فتعتبر هو هنا عامل شبكيه ورا. هتعتبر المسافه اللي بين العنوان او بين الكلام ده اللي هو 01 او 02 03 وبين الوحده، دي تعتبر جتر. تمام. حتى هنا هو الباشا مش ده استاذ محمد عبد النبي، مش هنقدر ان احنا نخبط فيه. طيب فحتى هنا المسافه دي تعتبر جتر، المسافه اللي بين الوحده والهوامش وبين المربع، بين البادي تكست اللي هنا والبادي تكست اللي هنا، ده تعتبر جتر. طبعا هنا هو كسره، ملناش دعوه بيه، اللي هو عمله ده ايه غلط. طيب المساحه اللي هنا وهنا ده برضو المارجن بس ببساطة شديدة. طيب خدنا ايه تاني؟ خدنا الكولم. وقلنا الكولم قلنا ايه؟ قالك ان هي عبارة عن الأعمدة او الأجزاء اللي احنا على أساسها بنقوم بتقسيم التصميم رأسيا بشكل طولي، بنحط فيه الصور والنصوص بشكل عمودي بحت. بس ده كده النوع الأول من الجريدز، الكولم جريد. هناخد بريك 10 دقايق ونرجع نكمل. ليها أساس طبعا. أنا من وجهة نظري الحاجة اللي ملهاش أساس آه يعني مهم ان انا اما اسالك اقول لك انت عملت دي ليه، فتقول لي عشان كذا. حتى لو هتقول لي عشان خاطر طريقه عرضها بالطريقه الفلانيه مخليها شكل التصميم حلو، عشان انا لو غيرت لونها للون الفلاني هيبقى شكل التصميم وحش، ده سبب. فمهم ان انت يكون عندك سبب بس. بنترست من اذكى الحاجات، المنصات اللي انت ممكن انت لو شفتي بوستر واحد بس عجبك دوسي عليه، انزلي تحت هيجيب لك حاجات كتير جدا. هبعت لكم البورد برضو بتاعتي، للأسف أنا
بادئها من قريب. بس في هنا هي بوسترز، ابعتها لكم. هتلاقوا فيها حاجات. مثلا انا عجبني البوستر ده مثلا، فلو دوست عليه هتلاقي جايب لك حاجات كتير شبه. عجبني ده، دوست عليه هجيب لك حاجات كتير شبه. ليه او بوستر على بنترست وعيش، هتنسي الدنيا. الله يا استاذ علي. كان في جملة قبل ما نروح، كان في جملة بيقولها فاروق القاضي. كان بيقول اعمل شغل زي الزفت بس بيعهولي. فده ردا على سؤالك يا يوستينا، ان انت يعني هتبيعه عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت يكون عندك سبب لكل حاجة انت بتعملها. 10 دقايق ونرجع نكمل بإذن الله. ورد عليا عشان خاطر بجد الماتريال بتاعته تقيل. فاضل 10 ايام، 10 متعرفش شهور. تخلص تيجين ولا لأ؟ طيب احنا كده خدنا الكولوم جريد. بعد كده نخش على أكتر نوع جريد أنا بحبه جدا جدا جدا، الميديولر جريد. طيب الميديولر جريد هو عبارة عن إيه؟ احنا عندنا خدنا الكولوم، وهناخد تحت حاجة اسمها البيز لاين. البيز لاين ببساطة شديدة هو معتمد على الصفوف، والكولوم معتمد على الأعمدة. فتقاطع الصف مع العمود بينتج لي جريد اسمه ميديولار جريد. ميديولار جريد مكون من ايه؟ قلنا برضو ان اي جريد هيكون عندنا مكون من مارجن او المساحه الامنه، جتر المساحه الفاصله بين الوحدات وبعضها، والتقاطع الصف مع العمود بينتج لي حاجه اسمها مديول، او بينتج لي حاجه اسمها وحده. طيب ايه هو المديولز؟ فين؟ ايه هو المديولز؟ قال لك ان هو بيكون المربع الواحد المكون للشبكيه بشكل افقي او عمودي، وغالبا يا اما بنكتب فيه النص او بنحط فيه صوره، او ممكن حتى ما نحطش فيه حاجه، بس طبعا تكون الكتله مع بعضها تكون متوازنه او تكون متوزعه صح. طيب خلينا نعرفه ايه هو الميديولار جريد. الميديولار جريد هو عباره عن شبكه من الوحدات في نظام تقسيم بصري بيعتمد على تقاطع الصف مع العمود عشان خاطر يكون مربع او مستطيل. المربع او المستطيل ده احنا بنسميه مديول، اللي هو ده. المديول ده ممكن نستخدمه في ان احنا نحط فيه صور او نصوص او جرافيك اليمنتس او حاجات ايا كان الحاجه اللي انا هوظفها فيه. طيب ميزته في ايه؟ ميزته ان هو بيخلي الاسلوب ده ان هو بيخليك عندك قدره كبيره جدا 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 على توزيع العناصر داخل التصميم، بيكون بحريه اكبر من الكولم جريد. ليه؟ لان الكولم جريد بيكون عباره عن شبكه من الاعمده، فانت ما بتحطش العناصر بتاعتك غير في اعمده. اما المديولر فانت ممكن تحطها في الجنب فوق، في النص، في اليمين، في الشمال، تكسر بيها الجريد ايا كان اللي انت عايز تعمله، فهو بيكون حر جدا. طيب فبيقول لك ليه حر؟ لان انت زي ما قلت لك ان هو ان انت المحتوى ممكن تحطه داخل وحده، او ان انت تدمج كذا وحده ببعض عشان خاطر تاخد مساحه اكبر. فغالب بنستخدم الميديولار جريد ده في التصميمات اللي بيكون فيها معلومات كتير، او الحاجات اللي هي بتبقى محتاجه تنظيم كويس جدا. باختصار ايه هو الميديولار جريد؟ الميديولار جريد بيخليك او بيمنح التصاميم مرونه عاليه مع فكره او مع الحفاظ على التناسق والتنظيم، ان كل حاجه تكون قد بعضها. طيب بالتكوين اللي انتوا شفتوه قدامكم ده، اني تصميم احنا شفناه النهارده معمول مديولار جريد وقعدنا نحلل فيه كتير؟ بتاع كورس الانفوجرافيك اللي هو كان فيه حاجات بز- كتير. بالظبط. فبتاع كورس الانفوجرافيك هو معمول مديولار جريد، حتى متاخد بنفس التوزيعه. هتلاقي فيه مارجن، وهتلاقي فيه جتر، وهتلاقي فيه مديولز او الوحدات. طيب فلو جينا بصينا مثلا على تصميم زي ده، هتلاقي ان هم هنا في التصميمين دول معتمد على المديولار جريد كعنصر اساسي جوه التصميم. يعني هو مش واخده كشبكه وهميه، هو مدجوله جوه التصميم. زي ما كنا فوق بقول لكم ان هو في التعريف بتاع الكولم جريد لما بقول لكم هو هيكل خفي، فاحيانا بقول لكم ان الترند اللي ظهر ان انت ما بتستخدموش كهيكل خفي، انت بتستخدمه كعنصر بصري جوه التصميم. فهو هنا في الامثله اللي احنا عارضينها قدامنا دي بنستخدمه كعنصر بصري جوه التصميم. فهتلاقي هنا التكست الانجليزي، السطرين اللي فاضيين هنا، او المديول، التو مديولز اللي هنا الفاضيين. بصوا هنا بقى راح اعمل ايه فكره الجريدز. التو مديولز اللي هنا عوضهم هنا، سابهم سابهم فاضيين هنا.
وبعد كده راح نازل على الكلام اللي تحتيه، وابتدى ان هو برضو يعرض التكست بتاعه، وابتدى لو حسبت الوحدات مع بعضها هتلاقي ان كله مودي، يعني نفس الوحدات الفارغة هي الوحدات الفارغة تحت، وكله مليان مع بعضه. طيب في تصميم زي ده برضو، هنا بقى الجزء اللي انا كنت بقول لكم عليه بتاع الموفمنت، ان احنا هنا لو جينا هنا بصينا هتلاقي في جزء فوق عمله، وبعد كده راح شادد المستطيل او المربع بتاعه، حط التكست. بعد ما حط التكست كسر هنا الجريد بحرف البي اللي تحت ده، وبعد كده كمان كسروا كسروا بالتكست. التكست مش محطوط جوه الصوره، التكست مع الصوره كاسرين الجريد سيستم اللي هو مستخدمه. ابتدى ان هو يحط هنا مستطيلات اورنج او برتقاني، وعكس عليها قصادها تحت بالرسمه اللي تحت دي وبالتكست البرتقاني ده. فالموفمنت اللي هو عمله خلق بوستر شكله لطيف. كذلك الامر برضو عندنا هنا، هتلاقي ان هو مديولر جريد بس ده مديولر مش صريح، يعني هتلاقيه هو مقسم يعني الوحدات مش 100%، مش قد بعضها. يعني ده جريد، ده مديولر جريد واضح، اللي هو بمعنى اصح اللي احنا بنسميه او اللي احنا بنقول عليه 1+1=2. هنا لا، هنا هتلاقي ممكن تلاقي مديول اكبر من مديول تاني، بس في الاخر هو مديولر جريد لاعب فيه او كسره بناء على رؤيته الفنيه كمصمم. بس في نفس الوقت كنسق عام انت عينك مرتاحه، ولو جيت بصيت على ككتله او كمساحه عمل محدده، هتلاقي ان هي كلها جوه المستطيل او جوه المساحه دي. طيب ده كده كان المديولر جريد. النوع الثالث معانا هو الهيراركال جريد. الهيراركال جريد ده في الغالب كلنا بنستخدمه. الهيراركال جريد هو جاي من اسمه، هو بيعتمد على الهيراركي بشكل عام. بيعتمد على ان انت بتحدد الجزء المهم بالنسبه لك، هل هي الصوره الجزء المهم او هي العنصر المهم، ولا هل النص هو العنصر المهم بالنسبه لك. وبتبدا ان انت تديله هيراركي كبيره جوه التصميم، او تديله اكبر مساحه ممكنه، او موقع مناسب او ذات اهميه جوه التصميم. فده ببساطة الهيراركال جريد. باختصار شديد هو بيساعدك على إن أنت توجه عينك أو توجه عين المشاهد حسب الأولوية، وبيخلق تجربة بصرية أكتر تأثيرا، وبيكون فيها موفمنت بشكل كبير. زي لو جينا هنا مثلا بصينا على الجريد أو البوستر ده، هتلاقي إن هو هنا الجزء اللي واخد أهمية بصرية كبيرة جدا هو النص الفوقاني من التصميم، اللي هو هتلاقي النص اللي حطه بشكل عادي، وبعد كده حط تيمونز دي عملها ببرش، كاتبها ببرش. ابتدى حتى كمان ان هو عشان يوجه عينك اكتر اتجاه الجزء ده، الدموع اللي نازله من عينه راح عاملها لك بالاورنج عشان خاطر يخلي عينك او يوجه عينك اتجاه الجزء ده، فيبقى ده الجزء الاساسي من التصميم. ابتدى بعد كده يحط لك 4 فقرات تحت، او 4 سب تكست تحت هنا. بعد كده فصل بجرافيك اليمنت، وابتدى يحط العناصر التانية. نفس القصة بالظبط في الاثنين دول، حط الصورة مع التكست هما أكبر مساحة ممكنة. النيجاتيف سبيس اللي موجودة هنا عشان خاطر تحسسك بأهمية الجزء ده من التصميم. فالهيراركال جريد بيكون لطيف جدا، وهوريكم تطبيقات عليه دلوقتي. عندنا بعد كده البيز لاين جريد. البيز لاين جريد او شبكه خط الاساس ببساطه شديده، هي بتقول ان احنا عندنا كل حاجه في التصميم لازم يكون ليها خط اساس او نظام شبكي افقي متكرر، بنستخدمه في ان احنا نحاذي فيه كل العناصر مع بعضها، سواء كانت العناصر دي نص او صور. بنستخدمه بشكل كبير جدا في الحاجات اللي ليها علاقه بالكتب والمجلات، او حتى لو فتحت مثلا الويكيبيديا هتلاقيهم معتمدين على ان النص كله جاي تحت بعضه بأسطر، فده يعتبر بيز لاين جريد. فلو جينا بصينا هنا هتلاقي مثلا ان هو يس اوف كورس ات از هارد، هتلاقي ان بتشد خطوط، بتلاقي ان كل حاجه ماشيه على نفس الخط. التكست اللي حطه هنا، التكست اللي حطه في الجزء ده، الباراجراف اللي حطه في الجزء ده، فهتلاقي كله ماشي على خط اساس واحد. كذلك الامر هنا، ده تقريبا فرنسي مش عارف اقراه. هتلاقي هنا حاطط الصورة على باك جراوند سوليد، وابتدى ان هو يخلق موفمنت بالتكست، وان ابتدى ان هو حتى هنا ما سابش مارجن. لو ركزين هتلاقي ان حرف الاف جاي في اول التصميم،
فعلى حسب رؤيتك انت بتسيب المارجن او ما بتسيبوش او كده. وابتدى ان هو يحط في هنا جريد، لو رسمناها هتلاقي ان ده الاين مع البادي تكست اللي تحتيه ومع الكلام اللي تحت ده. كذلك الأمر هنا، التداخل الإيد مع بعضها في إنها تمسك الكلام، فده برضو خلق نوع من أنواع الموفمنت، فكسر الجمودية أو الرتابة بتاعة الجريد مع التكست الموجود والتاريخ. وهتلاقي إن كل حاجة بتسمع في حاجة تانية. حتى هنا ان هو مثلا استغل المساحه الفاصله بين كلمه 14 وبين الجزء ده، فلو هتلاقي ان المساحه دي تقريبا هي قد المساحه دي، فابتدى ان هو حط هنا جزء او كلمه في النص مارجن. في نفس الوقت ككتله بصريه، كتله الكلام هنا معوضها تقاطع الايد في الجزء ده مع النيجاتيف سبيس مع التكست اللي تحتيها، فاوفر اول الشكل لذيذ. طيب الراديال جريد واحد من اكتر انواع الجريدات الممتعة جدا في رؤيتها، وتستمتع وانت بتتفرج عليها. بس من الانواع الجريدات الصعبة في ان انت تشتغلها. فلو جينا بصينا على تصميم زي ده، فده يعتبر راديال جريد. احيانا انت ممكن تدمج نوعين من الجريد في بعض. الراديال جريد ببساطة شديدة هو عبارة عن ايه؟ بيقول لك ان احنا عندنا نقطة اساس او مركز اشعاع جوه التصميم. المركز الاشعاع ده هو اللي بتخرج منه كل العناصر اللي انت بتشوفها. فلو جينا بصينا هنا هتلاقي ان مركز الاشعاع اللي بتخرج منه العناصر هو العين بتاع كابتن حسام حسن. هتلاقي ان هو واقف والمثلثات نازله، المثلثات نازله كلها خارجه في اتجاه واحد بس. فلو انا هنا شلت المثلث ده او شلت المثلث ده، شكل التصميم هيكون سيء جدا جدا. فالمثلث نازل من فوق، مديك احساس في نفس الوقت الكتله البصريه الاهم جوه التصميم هما حاجتين: صوره الشخص اللي اوريدي متداخل مع المستطيلات اللي اوريدي موديه لاتجاه عينه، فبالتالي الفوكال بوينت بتاعتي هنا. في نفس الوقت الكتله البصريه الاكبر بتاعتي هي النص ده اللي هو مش فارقه العالم يتكلم وتحر وما تعيش مسلم، يعني المفروض كنت اشكلها. فهتبص تلاقي هنا ان ككتله بصريه او كتوزيع بصري المفروض ان كل مركز الاشعاع بتاعي كله جاي من هنا. بس احيانا بقى بتبدا ان انت تكسر الجريد سيستم ده. فانا هنا كسرته عن طريق ان انت تلهم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضيه. ان انا حطيتهم يمين وشمال عشان خاطر رقم واحد اعوض بيهم الفراغ ده. رقم اتنين اهميتهم البصريه هنا هتكون مقروءه، الناس هتقراها هتشوفها. فبالتالي لما الناس هتيجي تقرا الجزء ده وتقرا الجزء ده وتقرا الكلام مع الصوره، فاوفر اول كبوستر متناغم. طيب كريديال جريد، هل هو ريديال جريد صريح 100%؟ لا. طيب فزي ما قلنا ان عباره عن ايه، قال لك ان هو بيبقى نوع من انواع الشبكات بيعتمد على خطوط. الخطوط دي بتنطلق من نقطه مركزيه واحده، وبتتوزع حواليها بشكل دائري او نصف دائري، بحيث ان انت بترتب العناصر باتجاه نقطه بصريه محدده جوه التصميم، اللي هو بمعنى اصح الفوكال بوينت. ان انا هنا يعتبر عندي مثلا في البوستر ده الفوكال بوينت بتاعتي هو الجزء ده بالظبط. نتجت عن ايه ان هو الفوكال بوينت؟ عن طريق ان اتجاه المستطيلات او اتجاه خروج المثلثات دي هو خارج من اتجاه نقطة واحدة بس، مع صورة شخص، مع ان هي جاية في جزء محدد، فده يعتبر الفوكال بوينت بتاعي او نقطة الاشعاع. طيب فببساطة شديدة هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن شبكة دائرية بتنظم العناصر حول نقطة مركزية. النقطة دي بتوفر تصميم جذاب وديناميكي موجه بصريا. ليه بقول إن هو من أصعب أنواع الجريدات؟ لأن أنت لو حاولت تنفذها فعلا هتلاقي إن الموضوع قد إيه صعب إن أنت تحاول إن أنت تطلع راديال جريد صريح 100%. أحيانا لازم إن أنت تكسرها أو تحاول إن أنت تكسرها أو تدمج اتنين مع بعض. طيب لو جينا بصينا هنا على مثلا 3 بوسترات زي دول، طبعا دي جريدات أنا راسمها. هتلاقي عندك ان كله ك ك ك ك كريديال جريد. هو هتلاقي عندك دايرتين، والدايرتين متناغمين مع بعض وكلهم طالعين من اتجاه واحد، وكلهم بيدوروا حوالين نقطة مركزية محددة. تلاقي ان الجزء ده بيدور حوالين النقطة المركزية دي، والجزء اللي تحت ده بيدور حوالين النقطة المركزية، حتى ان التكست اللي هنا ظاهر بالشكل ده. طيب عندنا هنا مثلا هتلاقي برضو ان هو كنقطة مركزية محددة، هتلاقي هي الدايرة الحمراء دي وبيخرج من حواليها باقي الكلام. كل الكلام بيخرج من نقطة إشعاع واحدة أو من فوكال بوينت واحدة بس. ميزته فعلا بجد إن هو لطيف جدا، شكله حلو قوي. بيبقى
العين بتحب تشوف، العين عامة بتحب تشوف حاجة مختلفة. نفس القصة هنا، هتلاقي إن سكور هي الفوكال بوينت الأساسية، حرف الأو أو النجمة، وخارج من حواليها كل عناصر التصميم. كسر الراديال جريد بكلمة سكور بس، يعني هو كسر الراديال جريد اللي هو عمله بكلمة سكور بس. اوفر اول كشكل طالع بشكل لطيف جدا. طيب البنتو جريد يا أستاذ خالد، ده بيكون شكل البنتو جريد. البنتو جريد ملوش شكل محدد او ملوش شكل ثابت. ايه هو البنتو جريد؟ من الاساس البنتو جريد بيقول لك ان هو اسلوب تصميم حديث مستوحى من علبه البنتو اليابانيه، او بمعنى صح ما عملت سيرش شويه عشان اعرف. قال لك ان احنا كنا بنعمل اللانش بوكس، فكنا بنقسمه وحدات. فواحد قال لك طب ما نعمله جريد سيستم ونستخدمه في التصميم بس. طيب فبيقول لك ان هو بيعتمد على ايه؟ بيقول لك ان هو بيعتمد على النوع ده من الجريدات على مربعات او وحدات متنوعه الحجم، بتدمجها مع بعضها بحيث ان انت تعرض المحتوى بشكل منظم وجذاب ويكون سهل التصفح. بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن شبكه مرنه، وركز تحت كلمه مرنه دي، حط تحتها 100 خط. عشان كده لو انا مثلا عرضت لك الشكل اللي قدامك ده، فانا ممكن اعرضه لك ب 100 طريقه مختلفه. هو شبكه مرنه. اهم حاجه ان انت بتلعب داخل المساحه، داخل المساحه، داخل مساحه محدده، بتبدا ان انت ترص فيها المستطيلات بتاعتك دي. طيب بتترتب داخل مساحه محدده بميزتها انها تسمح للمصمم بعرض محتوى متنوع بشكل منسق، وان هو يكون مريح بصريا. ليه؟ لان كل كتله بتسمع قصادها كتله مختلفه. بيستخدموها في ايه؟ بيستخدموها في عرض البراند كيت، او ان هم يعملوا براند كيت او براند شيت. بيستخدموا فيها بشكل كبير جدا البنتو جديد. فلو جينا بصينا هنا مثلا، بيستخدموها برضو في المواقع بشكل كبير جدا. لو جينا بصينا هنا مثلا، هتلاقي ان هنا عرض اللوجو، هنا عرض ايكون من اللوجو. ف في كل جزء هتيجي تقف عنده او هتيجي تقف قصاده، هتلاقيه مكون او محدد كتله محدده. لو جينا برضو قسنا الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه بتاع ان انت لو قسمت التصميم ده نصين سواء بالطول او بالعرض، هتلاقيه متناسق. طيب انا هنا حتى مثلا لما جيت كان ده 2021 او 22، مش فاكر. بس كان ان انا برضو عملت بنت جريد، بس انا ما حطيتوش راوند شيب، بدات ان انا حطيته زي ما هو شارب. طيب انت عايز تعمل بنت جريد، بيبقى ليه اكستنشن ممكن اجيبها لكم. بس انا عامه بشوف ان هو من انواع الجريدات اللي مش مستاهله اكستنشن خالص. لو دخلت على بنترست كتبت بنت جريد، هتلاقي 100,000 شكل انت ممكن تستخدمه. لو جينا بصينا هنا، بصوا برضو الحته اللي انا كنت بكلمكم عليها هتلاقوها دايما في تصميمات اللاي اوت. فكره ان هو يعمل موفمنت او يعمل موشن جوه التصميم. فصوره الشخص اللي هنا بالمنظور بتاعها الموجود، مع صوره الرجل، مع قطعه الرجل اللي هنا اللي خارجه بره المربع او المستطيل اللي هي موجوده فيه، مع دماغ الشخص، شكلها لطيف جدا، وخلقه موفمنت جوه التصميم وكسرت الجمود بتاعه. طيب لو جينا بصينا هنا برضو، هتلاقي ان النوتيفيكيشنز او الحاجات اللي هو طلعها من هنا شكلها لطيف جدا. هتلاقي ان صورة الشخص اللي موجود او الواحدة اللي موجودة هنا، طريقة خروج ايديها وتقاطعها مع المستطيل اللي فوق ده ومع الجزء اللي تحت ده، برضه شكلها لطيف جدا. وكذلك مع النضارة والجزء ده. فدايما حاول لو انت تشتغل حاجات لاي اوت صرف، لو قدرت ان انت تعمل موفمنت فيها، بيخلي التجربة بتكون امتع ويكون شكلها احسن كتير. طيب احنا خلاص قربنا نخلص. طيب عندنا هنا حاجة سريعة جدا، الا وهي الهيراركي او الفيجوال هيراركي بشكل عام. الفيجوال هيراركي مهم ان انت تعملها في اي تصميم انت بتشتغل عليه، بحيث خاطر تكون عارف محدد انت هتعمل ايه بالظبط. فلو جينا بصينا على تصميم زي ده، هتحس ان عينك تايهه ومش عارف انت بتعمل ايه ولا بتتكلم على ايه ولا ايه الدنيا بالظبط. في حين ان احنا هنا وظفنا نفس العناصر بالظبط، بس لعبنا بالكونترست وبالهيراركي، بان احنا نوظف العناصر المهمه والعناصر الاقل اهميه. فجينا هنا مثلا قال لك براند نيو فاشن، فراح مصغرها عشان دي مش مهمه. بعد كده قال لك بلاك فرايداي، حطها كبيره في النص. فبقى انت فهمت اول ما شفت البوستر ده ان انت فهمت ان انت هنا بتتكلم عن البلاك فرايداي او عروض البلاك فرايداي. حط لك هنا 70% اوف برضه كبيره، وقال لك ان هنا قال لك اول فاشن ايتمز، وحطيت لك فاشن باللون الاحمر بولد، بحيث خاطر انها تبقى واضحه او تبقى باينه جوه التصميم.
ونسبة الخصم ومود ديتيلز وهكذا، فخلق معاك تجربة بصرية مريحة. كذلك الأمر لما تيجي تبص على حاجة زي كده شكلها لطيف جدا، شكلها حلو، مفيش فيها أي حاجة، بس لما تيجي تبص عليها هنا هتلاقي إن في فرق كبير جدا بين الاتنين. الفرق اللي هو عمله إيه؟ بص هنا هتلاقي إن هو كلاي أوت قشطة تمام، بس طريقة التوظيف بقى هنا فرق كتير، وحسنت الشكل بشكل كبير جدا. طب حسنته ليه؟ حسنته عشان خاطر اول حاجه هنا بلاك فرايداي سيل، فاداها اهميه كبيره جوه التصميم، فانت فهمت ان احنا بنتكلم عن بلاك فرايداي سيل وان هي اهم حاجه. تاني حاجه المستطيل الاسود وال 20% اوف everything ثينج ديسكاونت 20% على اي حاجه، بقت واخده اهميه بصريه او واخده كتله بصريه شكلها لطيف جدا. طيب الحاجه الثالثه طريقه توظيف اللوجو هنا وتقاطعه مع التكست برضو خلق النقطه اللي انا بكلمك عليها، هتلاقي دي مشتركه في 90% من شغل من شغل اللاي اوت، هتلاقي ان فعلا فيها هتلاقي موفمنت لذيذه جوه التصميم، بتبقى شكلها حلو جدا، بتفرق في الشكل البصري. طيب فطريقه توظيف اللوجو اتغيرت فحسنت من الشكل العام، فلما تيجي تبص على الجزء اللي فوق ده هنا وتيجي تبص عليه هنا هتلاقي فرق كبير. طيب بعد كده الجزء اللي تحت ابتدى ان هو يحط ايكون، الايكونز بتسهل قراءة العين بصريا بشكل كبير جدا، ابتدى ان هو يحط التكست وابتدى ان هو يحط الكلام في نفس الوقت عمل هنا حاجة اسمها بروكسيميتي أو التقارب، مبدأ التقارب والتباعد. مبدأ التقارب والتباعد ببساطة شديدة بيقول إن الحاجة اللي قريبة من بعض هي حاجة ليها علاقة ببعض، والحاجة البعيدة عن بعض هي حاجات ما لهاش علاقة ببعض. يعني إيه؟ خليني أشرح لك بشكل بسيط جدا جدا جدا. أنا معك بين 22 ثواني. طيب أنا لما يكون عندي الورقة دي والورقة دي، فببساطة شديدة أنا عايز أكون فول سكرين، حطني فول سكرين عشان تشوفوني. طيب فببساطة شديدة لما بيقول إيه؟ بيقول إن أنت لما بتضم الاتنين دول لبعض، العين بتترجم العين بتترجم إن دول فقرة واحدة أو إن دول حاجة واحدة. إن العين بتخلق ترابط أو بتخلق علاقة بين الاتنين دول، إن الاتنين دول حاجة واحدة مترابطين ببعض. لما بتبعدهم عن بعض العين بتقول إن دي حاجة ودي حاجة تانية. فده بالظبط اللي معمول هنا. فده بالظبط اللي معمول هنا. اللي حصل هنا ان عينك لما كانت بتشوف الجزء ده كانت بتترجمه ان هو كتله بصريه واحده، صح ولا لا؟ اكيد صح عشان انتوا نايمين. طيب انما لما بتشوف هنا عينك بتترجم ان الجزء اللي فوق ده هو كتله بصريه واحده او فقره معينه، والجزء اللي تحت ده هو فقره تانية منفصله. فده ببساطه شديده مبدأ التقارب والتباعد. فالحاجات اللي ليها علاقه ببعض بنقربها من بعض، او الحاجات اللي انا عايز اقول للعين ان خلي بالك ان الاتنين دول ليهم علاقة ببعض بنقربهم لبعض. الحاجات اللي احنا عايزين نقول للعين ان دي فقرة وان دي فقرة تانية بنبعدهم عن بعض. وده ببساطة شديدة اللي عمله هنا، ان هو هنا كان بيتكلم اصلا عن آه، آه، حاجات تخص البرودكت نفسه، او بيتكلم عن ديتيلز جوه البرودكت. اما هنا كان بيقول لك ان بلاك فرايداي سيل و20% اوف everything. فهو هنا بيقول لك ان انت اما شفته او ما عرضته بالشكل ده، انت عينك، واظن ان انت متفق معايا 100%، عينك ادركت ان انت هنا بتتكلم عن فقره وهنا بتتكلم عن فقره تانيه. فعن طريق ده بينعكس على شغلك ازاي؟ عن طريق فهمك وادراكك للمحتوى بتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت هتخلق ترابط بينها، وايه الحاجات اللي انت مش هتخلق ترابط بينها او هتخليها منفصله. طيب آه هنا كان برضو هنا حاجة بنتكلم فيها عن النيجاتيف سبيس والهيراكي برضو. طريقة النيجاتيف سبيس اللي موجودة هنا مع التكست الخفيف اللي موجود هنا مع التكست الخفيف اللي موجود هنا مع اللون الأصفر، فبيقول لك إن أنت هتقرا النص ده الأول عشان هو واخد هيراكي كبير أو واخد حجم كبير جوه التصميم، وهو أكتر جزء كونتراستد في التصميم، فأنت هتقراه. بعد كده هتقرا الكلام ده، بعد كده هتقرا الكلام ده. طيب نفس القصة بالظبط. خلينا ما نطولش فيها عشان لسه عايز اوريكم حاجات تانية. طيب مين يقول لي التصميم ده نوع الجريد اللي فيه ايه؟
اتكلم او اكتب عادي، يلا بسرعة. العمود المائل ده مديول. اللوز. مديول. اه لا مش متأكد؟ الصراحة انه اسماعيل. عنده إجابة تانية؟ حد عنده إجابة تانية؟ كذا حد كاتب في الشات بيز لاين عامة. هو بيز- مش عارف ليه الشات مش ظاهر، ثواني. طيب، برافو عليكم، هو بيز لاين فعلا. عرفت منين إن هو بيز لاين؟ سيبك من الخطوط اللي هو راسمها، يعني سيبك من الخطوط دي إن هي انديكيتور لأن هو بيز لاين، بس لأ سيبك من الخطوط دي. بس ركز معايا في وونت والنص اللي موجود هنا، واخر حرف ال W والسهم اللي موجود هنا. وبعد كده ركز معايا في think في النص اللي موجود هنا، ولس في النص اللي موجود هنا، واند في الصف اللي موجود هنا، ومور في الكلام اللي موجود هنا والكلام اللي موجود تحت. فهتبص تلاقي ان الهيرو تكست بتاعه هتلاقيه دايما حاطط جنبه تحت بادي تكست. فده مودي معاك ل بيز لاين جريد. طيب، ده صعب شوية اللي في النص، خلينا نروح لده عشان ده أسهل. ده نوعه إيه؟ التصميم ده يا بشر. آه. حد تاني؟ أهو. صعب أوي كده؟ والله سهل. هو مدي على بيز لاين شوية برضو، يعني لولا بس الحمامة وإيد الراجل هي اللي كأنه ممكن كولم في النص. ها؟ طب ما يمشيش معاك إن هو هيراكل فعلا زي ما أنا سأل؟ يعني هو هيراركي دي حاجة يعني نوع ستايل، ولا دي حاجة عامة احنا بنعملها كده كده دايما، إن يبقى في حاجة أنا بلوطها الأول؟ لا، ده نوع جريد بيقول إن الحاجة المهمة أو العنصر الأكثر أهمية داخل التصميم هو العنصر اللي واخد أكبر حجم من التصميم، أو بس واخد دي موقع موجودة. أهم في التصميم. ماشي فهمت. بس البيز لاين الأولاني مثلا التكست اللي هو عايزني أشوفه الأول برضو هو اوريدي موجود، يعني أول حاجة شفتها وموجود أكبر حاجة برضو. مظبوط. بس لو جيتي بصيتي على البادي تكست اللي حاطه، فهتلاقي ان كله يعني اخر حرف بصي ركزي معايا هنا، اخر حرف الكي هتلاقي فيه كلام، وحرف الام تشدي خط فوق الكلمه وتحت الكلمه هتلاقي ان في كلام. فبالتالي هو عامل ايه، هو في خط بيحط عليه الكلام المهم واللي مش مهم، فده البيز لاين. فهمت انما لو تمام. جيتي بصينا هنا هتلاقي ان مفيش خط، يعني مش مفيش كلمتين في نفس الخط. هتلاقي أيوة، ان أنا فاكرة فعلا من الكلام الصغير إن ده تكست هو كاتبه، يعني دي معلومات غير الهيد لاين نفسه، كنت فاكراها جزء منه أو حاجة. برافو عليك. فهتلاقي هنا ان هو وان داي واخده تقريبا حوالي 40% من التصميم، وككتله التكست كلها الجزء ده كده على بعضه واخد حوالي 60% من التصميم. ونطلع صورة الشخص تحت، حتى هو مش مدي الشخص أهمية، ومدي العنصر اللي خارج من ورا الشخص اللي هي الحمامة اللي طايرة بالكلام اللي فوق. فأنا عرفت إن ده هيركل جريد عن طريق إيه؟ عن طريق إن هو عيني راحت فين الأول، وطريقة التوزيع اللي هو مختارها إزاي. فهتلاقي إن هو مختار هنا تقريبا حوالي 20% أو 30% من مساحة التصميم حاطط فيها نص واحد بس، وان داي. وبعد كده ابتدى إن هو يحط نص تحت في صف مع بعضه، تقريبا ده كوري أو هندي، وابتدى يحط كلام تحتيها تحت. فتبص تلاقي ان هو هيريكل. ليه هيريكل؟ لان هو مدي مساحه كبيره للجزء ده، وطريقه التوزيع او طريقه التوظيف بتقول ان ده هيريكل جريد.
لان لو جينا قسمناها وقلنا ان ده ميديولار جريد مش هنلاقيه ميديولار جريد. ليه؟ لان الميديولار جريد قلنا ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه وحدات، فالوحدات دي المفروض تكون ايه؟ المفروض تكون متساويه. فهل انا لو جيت شديت وحده هنعتبر ان ان النص الانجليزي اللي موجود هنا ده عباره عن وحده. فلو جينا قلنا ان النص ده عباره عن وحده، فهل وده كمان عباره عن وحده، فهل المساحه اللي في النص دي تبقى وحدتين؟ الاجابه مش هتكون، لا مش هتكون متساويه، مش هتكون وحدتين. طب لو افترضنا ان هو ان المساحه دي وحدتين، هل جمله يوم واحد دي عباره عن وحده واحده، عباره عن مديول واحد؟ فهو كسر هنا. لو هنعتمد، لو قلنا هنعتبر ان ده مديول او ان دي وحده، فالمفروض ان يوم واحد هنا تبقى برضو واخده نفس المديول، صح؟ م. سواء ايوه بقى مفهوم. طريقه عرضها سواء هتكون في المديول ده او في المديول ده. فحتى لو قلنا ان هي عباره عن تو مديولز جنب بعضها، فهي مش تو مديولز، فهي ده هيراريكال صريح. طيب خلينا نتكلم عن اخر حاجه معانا، هي النيجاتيف سبيس. طيب النيجاتيف سبيس هي الحاجة اللي بتدي روح وتوصل شعور ورسالة محددة جوه التصميمات بتاعتك. طيب معلش ثانية واحدة. طيب النيجاتيف سبيس ببساطة شديدة، لو أنا قلت لك إن أنا عندي شخص صغير ومساحة كبيرة فاضية حواليه، ده ممكن يكون بيوصل لك إحساس بإيه؟ إيمي؟ بالفراغ مثلا. بالظبط. او احساس بالضياع، هو شخص ضايع، او احساس بالانفصال. فلو انا جيت ببساطه شديده جدا، لو جبت لك باك جراوند بيضاء وكتبت عليها في النص آه، مفقود، انت وصلت المسج بس ما فيجوالتهاش، صح؟ يلا. مظبوط. مظبوط. لكن لو انا جبت كلمه مفقود دي رحت مصغرها ورحت حاططها تحت على اليمين، فوصلت لك احساس بالفقد ولا لا؟ ها، تاني. انا ايه حاجه ما جت في دماغي. طيب أنهي واحد فيهم ممكن يكون وصل لك المسج بتاعت الكلمة نفسها؟ الأول اللي على اليمين ده. طيب ولو كمان عملتها كده؟ زودتها طبعا. إيه؟ زودتها طبعا. طيب ولو أنا عملتها كده؟ أنهي واحدة فيهم برضه وصلت لك المسج بشكل أحسن؟ اللي على اليمين. متأكد؟ لا. شمال على حاسة الشمال عشان الفونت الفونت غير يعني مدي احساس. بالظبط، عشان الفونت جاي في حاجات آه عارف أنت شخبطة كده، ومش مش واضح، مش ناعم، مش بيعبر عن احساس الفقد أوي. بالظبط. فبالتالي كنيجاتيف سبيس فرقت جدا من هنا لهنا. هنا كانت كلمة في النص موصلة مسج، بس هنا
كانت حاجه يعني موجوده تحت، فعارف انت مبينه ممكن تكون موصله احساس ان هو فعلا شخص ضايع، او ان هو في نوع من انواع الفقد او كده. في نفس الوقت برضو اختيار اختيار الفونت هنا عن هنا فرق كتير. اختيار الفونت هنا، الفونت كله ناعم مع بعضه. عارف انت تحس ان هو ممكن يكون مش عارف اصيغها، بس اللي هو احساس، يعني هو مجرد احساس. بس انت لما تشوف الاتنين جنب بعض، لو حطينا الاتنين فوق بعض كده هتفهم الاحساس اللي انا بقول لك عليه. اما تفهم معنى الكلمة والاحساس بتاعها هيوصل لك ده. فمثلا ده برضو ممكن يتوظف ازاي بشكل عملي. مثلا لما جيت اكتب، او كان في فترة ما كنت بحاول ان انا اعبر عن نفسي مثلا بعيدا عن ديزاينز وكل الكلام ده. فكنت مثلا بكتب رسائل لنفسي او مشاعر ممكن اكون انا بمر بيها وناس كتير بتمر بيها. فبقيت بكتبها بالطريقة دي او بكتبها بالاسلوب ده، اني انا بس التكست على باك جراوند بيضاء موجود تحت، بحيث اللي انا عايز اوصله ايه، ان انا عايز اوصله ان في مسج معينه. اختيار الفونت بتاعي محددها او موصلها، ان هنا مش بقول لك احساس، او مش بوصل لك الاحساس بتاع الفقد او بالضياع او كده، بس بوصلك باحساس ان ده ان في احساس صادق، او ان في كلام صادق هيطلع او هيتقال. فده انت ممكن توظفه. كذلك الامر هتلاقي هنا تحت برضو حاجات تانية، برضو كلها رايحة في الاتجاه ده. فدي جزء نيجاتيف سبيس بحت. طيب لو قلت لك ان انا عندي برضو شخص واقف مربع ايده وحاطط ايده اللي هو الطريقه البروفيشنال بمعنى اصح، وواقف في فراغ نظيف حواليه نيجاتيف سبيس بيضة تماما، وهو واقف موجود وباين ان هو آه، لابس بدله مثلا وتعبير وشه اجريسيف او كده. فده ممكن يوصل لك احساس بالقوه او بالهيمنه. فبالتالي الصوره بتلعب عامل مهم، وطريقه توظيف المساحه حواليه بتلعب برضه عامل لذيذ جدا. طيب في نفس الوقت برضه لو قلت لك ان شخص الباصص في اتجاه مساحة فاضية، فده بيدي إحساس إن في فكرة، أو إن هو بيوصل رسالة معينة، أو إن هو بيروح بيفكر في حاجة معينة. في نفس الوقت برضو طريقة توظيف النيجاتيف سبيس ممكن تديك إحساس بالبريميوم، أو تديك إحساس باللكجيريوس. وده اللي هتلاقيه معتمد بشكل كبير جدا في براندات الساعات الكبيرة. في براندات البرفيومز هتلاقيهم دايما موظفين النيجاتيف سبيس بشكل كبير جدا في التصميمات، مع باك جراوند بلون بيخدم البراند، مع توزيع تكست لذيذة، مع اختيار فونت يكون معبر عنهم ومعبر عن البراند، فونت لكجيريوس. فبتلاقي ان طريقة توظيف النيجاتيف سبيس لذيذة جدا. طيب طريقة توظيف النيجاتيف سبيس بتعتمد بشكل أساسي على اسمها ايه، المحاولة او التجربة. التصميمات اللي انت بتشوفها، او اللي انت التصميم مثلا ده او التصميم ده او التصميم ده، التصميم ده انت ممكن تشوفه بسيط، ممكن تشوفه سهل، بس لو راجل نفذه فطريقة تصميمه في ان انت تطلعه في الاخر شكله لذيذ. يعني للاسف التغذية البصرية بتخلق فقاعة لذيذة جدا، ان الشخص بيشوف الحاجة بيحس عادي يعني سهل، ولا اي حاجة. بس نفذ ده، طبق ده، تعالى نتكلم. يعني طلع لي حاجة بنفس اللوك اند فيل ده. طلع لي حاجه بنفس الطريقه او الاسلوب ده، وتخدم البراند اللي انت شغال عليه. هتلاقي الموضوع مختلف تماما بشكل كبير جدا جدا جدا. والا كل الناس كانت عملت زي ابل. كل الناس كانت عملت ويب سايتات، الويب سايت بتاعها زي اما ابل عامله الويب سايت بتاعها. كم براند بيقلد الويب سايت بتاع ابل، او بيجي له ريفرنس يو اي ويو اكس ديزاينر، بيجي له ريفرنس ان احنا عايزين نعمل حاجه شبه ابل. نفذ يا باشا، ولا الهوا. ممكن يكون مش عيب مصمم كمان، ممكن تبقى البراند اصلا مش مناسب ليه التوجه ده، بس هو شايفه جميل وشكله حلو وبتاع. فاللعبه كلها بتبقى لعبه نيجاتيف سبيس لذيذه جدا. طيب لو بصينا على ويب سايت ابل، وده اخر حاجه معانا، وبعد كده هنشوف التطبيقات بتاعتكم. ما غيروه ولا ايه؟ كان في واحد اسود. ويني.
يا جماعة كان ليهم ويب سايت اسود كده كان شكله جامد. بس لو جيت بصيت هنا على ابل، هتلاقي ان الويب سايت بتاعه بيزك قوي قوي، ما فيهوش حاجة. يعني هتلاقي الويب سايت بتاعه هو عبارة عن تعال نشوف هنا مثلا صفحة الماك بوك برو تلاقيها سودة. انت مصر؟ طيب، فلو جيت بصيت او جيت فتحته من الموبايل هتلاقيه ظاهر لك ما فيش حاجة، هو عبارة عن نيجاتيف سبيس وبروكسيميتي بين العناصر وبعضها، وراصص التكست. هتلاقيه بيزك جدا. العين العين بتحب تشوفه قوي 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 بشكل كبير جدا. طيب، سيبنا من ده، او جريد سكتش خلصناه. شكرا ليكم، دي كانت محاضرة النهاردة. آه سيشن ال صراحة سيشن اللي هو بيكون من المحاضرات المملة شوية بالنسبة لي. لأني ببقى مقتنع ببساطة شديدة، أو جزء كبير من اللاي أوت معتمد بشكل أساسي على اسمه إيه ده؟ معتمد بشكل أساسي على إن أنت توصل رسالة أو شعور معين. في نفس الوقت برضو والله كويس. حاضر، كده كده هنقيم التاسكات دلوقتي. فإن شاء الله تكون كانت سيشن اتكلموا على طول. إن شاء الله تكون كانت سيشن لطيفة ليكم. عايزة أطلب منك حاجة، ينفع تفورورد لينا البرزنتيشن؟ في حاجات حاساها وقعت مني، عايزة أرجع عليها تاني. حاضر ارفعها الموضوع لكم. صعب. لا، ارفعها لكم مع تسلم يا فندم، شكرا. طيب. يا ريت فان بقى شاء الله البرزنتيشن اللي فاتت والبرزنتيشن، يعني البرزنتيشن الاثنين. بإذن حاضر، استنى في حاجة عايز اوريها لكم. طيب، عشان بس انا نسيت. طيب، ده كان كولم جريد. لو جينا بصينا هنا هتلاقيني انا وظفت تقريبا نفس المحتوى باكتر من طريقة مختلفة. هنا كان كولم صرف، هنا حولته شوية على كولم مع دمج مع مديولر. هنا حولته شويتين بقى كولم ومديولر وهيراريكال، بس هو يعتبر هيراريكال أكتر. هنا برضو دي حاجات قديمة أوي. نفس القصة، كان برضو توظيف الشيب، بس ده كولم يعتبر بشكل أساسي. آه، أنا من نوعية الناس بصراحة اللي ما بتحبش يعني انا ما بشتغلش بالجدات بشكل كبير جدا. انا بشتغل بجايدز يوم ما بحتاجها او وقت ما بحتاجها. معانا جهاد ما شاء الله عليها بتشتغل على بتعمل كمية جايدز جوه الملف مرعبة قوي قوي قوي. ف انا حتى دايما بقول لها يعني انت يعني هيجي لك يعني انهيار عصبي من كميه الحاجات اللي انت كميه الجايدز اللي انت بتحطيها. فانا ما بشتغلش بصراحه بجريد سيستم معين. حتى كمان من فترة كنت بتكلم مع رأفت غريب. بقول له رأفت، أنا في حاجة عايز أقول لك عليها. أنا ما بشتغلش بهيرايكال، ما بشتغلش بجريد سيستمز خالص. فقال لي مؤخرا بقيت وأنا كمان ما بشتغلش بجريد سيستم، أنا على حسب عيني. فالتغذية البصرية مهمة. اتفرج، حلل، هتلاقي إن أنت الدنيا تمام. هثبت لك صحة كلامي ده بس بعد ما أوريك حاجة. ده كان كنت حاجة محاولة بعملها مع نفسي، يعني كان ازاي اوظف نفس التوبيك باكتر من جريد سيستم مختلف. فده مثلا كان كولوم جريد. هتلاقي هنا اهو برج خليفة حطيته على اليمين، البرج في النص واخد الكولوم الثالث، والكولوم الرابع والخامس فيهم بادي تكست حطيتهم بشكل عمودي، ودي المستطيل اللي فيه اهم جزء اللي هو 163 طابق. بعد كده ده كان مديولر جريد، برضو نفس القصة بالظبط. ده كان ده ايه بقى؟ ده ايه؟ هيرج. برافو عليك. ده كان ده كان بيز لاين جريد بس كسرته. فليه؟ انا لو مشيته 100% بيز لاين جريد كان هيبقى شكله وحش بالنسبة لي. فانا هنا كسرت، يعني هو بيز لاين بدأته بيز لاين، بعد كده رحت كسره في النص. فده يعتبر بيز لاين جريد. ده ايه بقى؟ ريديال.
ده الريديال. طيب هو زي ما بقول لكم هو بيكون صعب ان انت تنفذه بشكل مباشر او ان هو يكون كله ريديال. فاللي انا عملته هنا ان انا جبت البرج من منظور يكون تحت، وفي نفس الوقت حطيته في النص دايرة، بدأت أكتب برج خليفة كررتها كذا مرة، وبعد كده بدأت أطلع منها الكلام الباقي أقسمه كمديولر. فأنت ممكن تدمج بين أكتر من جريد وبعضه، وممكن تكسر الجريد بشكل أساسي. مهم إن هو يخدم الرسالة أو الهدف اللي أنت عايز توصله. معلش، ممكن البيز لاين تجيبه تاني؟ كسرته فين؟ كسرته بالبرج نفسه يعني، ولا في حاجة في الكلام؟ لا بص، إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن البيز لاين، لا استني أنا كسرتها ولا لا؟ استني، والله ما يعتبرش مكسور. يعني كلهم بالعرض او كلهم واخدين نفس الصف يعتبر؟ بصي ببساطة شديدة البيز لاين بيقول إيه؟ بيقول إن هو ترجمها بالعربي هتفهميها أسهل. البيز لاين هو عبارة عن إيه؟ بقول لك إن هو عبارة عن شبكة خط الأساس. فخط الأساس بتاعي أنا عندي مثلا برج خليفة ده، ففي لاين في جايد هنا أهو تحت برج خليفة. فبيقول لي إن أنا لو هحط نص تاني، خلينا نشرحها في برج أسد. بصي أنا عندي برج هنا، بتشدي خط وبتحطي الكلمة بقية الكلمة على الخط ده، فهنا الخط ده موجود وكلمة برج فوقيه. فبيقول لي لما انا اجي احط تكست تاني احطه على نفس الخط بتاع الجايد، بحيث ان انا بحول الخط ده لخط اساس اللي هو البيز لاين. فهنا فوق في الجزء بتاع برج خليفة اللي فوق ده انا مش عليه 100%. طيب تحت هنا هتلاقي بيعض برج خليفة و163 طابق تمام ماشيين على الخط اهو من فوق. بس المفروض ان انا لما كنت اختم كنت اختمه كده عشان يبقى كله بدايته ونهايته واحدة. فانا ما ختمتوش وسبته زي ما هو عادي، عشان خاطر اكسر الجريد ان هو ما يبقاش ممل. طيب انت هنفترض مثلا انت دلوقتي قلت لي لا، شايفه ان هو كان ممكن يتكسر. يعني ان هو ما يتكسرش كان هيبقى شكله احسن. ولو احنا مثلا هنفترض برضو ان انا معايا سماحيه ان انا اشيل المحتوى، فانا شلت هنا الجزء الكلمتين اللي تحت اللي انا كنت كاسر بيهم الجريد. بصي كده بالنسبه لي شكله ممل. ما اعرفش انت ايه. حاسة كده احسن من الاول، بس يعني ممكن عشان دي حاجة جديدة اول مرة اتعرض لها فلسه مستغربة. لا عادي، هو ممكن تكون تفضيلات شخصية. أنا بالنسبة لي أنا لا، حاسس إن أما أكون كسره هيبقى شكله أمتع بالنسبة لي أو مريح أكتر. فهي الحتة دي بتبقى عارفة أذواق بس مش أكتر، أو كل واحد يبقى دي توجه معين. ده مثلا كان بنته جريد متشقلب في السريع كده. فدي كانت حاجة. طيب الحاجة الأخيرة بقى اللي عايز أقول لكم عليها في موضوع البرزنتيشن أو في موضوع الجريد سيستمز. طيب دي برزنتيشن بتاع البراند استراتيجي اللي كانت في كورس بسيط يعني، خلصتها. فلو جينا بصينا عليها كده، حلوة. تسلم ايدك. طيب مش مستخدم فيها ولا جريد سيستم. من كل اللي أنا مستخدمه فيها عبارة عن جايدز، وممكن يكون جايد واحد بس اتنين تلاتة. خلينا نفتح الأوبن سورس، مفيهوش جايدز أصلا. بس أنا متأكد إن أنا في بعض الحاجات مثلا كنت ممكن إيه، هاجي مثلا هحط أو أنا ثبت الجزء ده عندي في كل آه، الفونت. ثواني هرجع اقرا السؤال. انا مثلا ثبت الجزء ده، فانا عشان خاطر ثبت الجزء ده، فمثلا عايز اكتب العنوان تحت، فممكن مثلا اشد جايد زي كده هنا مثلا عشان اشوف اهو. بصوا حتى انا ما كنت مش ظابط. فانا بعتمد على عيني بشكل كبير جدا او بشكل اساسي. يعني بالنسبه لي عيني آه، بالظبط، عشان العين مع الوقت فعلا بتبقى هي الجريد سيستم، وهي بتبقى انت ممكن تعمل حاجه تكسر بيها جريد او تكسر بيها قاعده عشان خاطر بس انت شايف ان عينك مرتاحه كده او عينك مبسوطه كده. والبرزنتيشن لا، بص تلاقي عديت على اي صفحه انت هتعدي عليها هتلاقي ان انت مرتاح، عينك مبسوطه. حتى هنا لما جيت استخدمت دي برضو ما استخدمتهاش بجريد سيستم.
برضه شفت دي، انا شفت طريقة العرض دي قبل كده بتاع الميشن والفيجن، يعني شفت الناس بتقصها كده فقصيتها زيهم وعرضتها بالشكل دوت. آه اهو، ممكن ابقى ابعته لكم لو فري. ناقص كده ايه؟ التاسكات. ايه رأيكم بقى الاول نتكلم شوية او اتكلموا انتوا شوية؟ عشان انت هو انا عندي سؤال. هو بما اننا خدنا يعني كذا جريد سيستم، هو المفروض ان انا مثلا لما اجي اعمل برزنتيشن او اجي امشي في براندنج او حاجه لازم اخد سيستم واحد يعني اخد، ولا ممكن ان انا يعني اغير؟ فاهم قصدي ان انا اعمل كذا جريد مثلا؟ لا، لو انا بشتغل على حاجه بتتعرض بشكل، يعني بتتعرض كامله، يعني مثلا برزنتيشن بتتعرض على بعضها. ويب سايت، فالويب سايت بيتشاف على بعضه. ما ينفعش اعمل فوق مثلا ريديال وتحت كولم وتحت بيز لاين تحت مش عارف ايه. لا، بخلق طالما التجربه واحده، بخلق الديزاين واحد او الروح واحده. ثانك يو. عفو. طيب، حد عنده اي حاجه تانية؟ طيب، الرحمه كانت بتقول هل الفونت ده، ازاي حددت ان الفونت ده هو المناسب بالنظر فقط ولا ورا حاجه؟ آه والله بالحب حسيت ان هو شكله لذيذ بصراحه. بس هقول لكم ازاي ممكن بنختار الفونت. بس انا مثلا عندي هنا، انا كنت بعمل حاجه. يعني مثلا انا كنت هنا بقول ان دي طريقه العرض او دي الديزاين دايركشن بتاع اي براند هيجي انا هشتغله وانا هعمل له الشغل بالشكل ده. عشان دي الحاجات الانترنال بمعنى صح، يعني هفترض ان ماهر شركه، فماهر لما تيجي تعرض الشغل على الكلاينت هيعرضه بالطريقه دي مثلا. فده كانت الحاجه الاوليه. الحاجه التانيه كنت محتاج فونت يبقى رسمي، وما فيهوش لعب كتير، بلس يبقى برضو في موفمنت وحركه ولطيف واقدر العب بيه. فعجبني قوي الكيرف الموجود في الان والار. القطعه حسيتها لذيذه جدا، وهتبقى مناسبة يعني. بس هقول لكم عامة ازاي بنختار الفونتات في سيشن الانفوجرافيك. يلا نعلق على التاسكات. ريم آسف. تحفة. تحفة. بصوا هنا. آه هي وظفت المثلث بس، يعني تقريبا ما عملتش أشكال ولا إيه؟ والله شكلها ما عملتش، بس هي وظفت المثلث بس. بس بصوا طريقة الكونترست اللي هي عاملاه، الهيراكي، طريقة عرض التكست هنا، الفونت هنا. ف اوفر اول لذيذ. الحاجه الوحيده بصراحه اللي بالنسبه لي مزعجه، آه اسمك، مش اسمك هنا. يعني كنت محتاج ان تشدي جايد عند اخر حرف الاتش هنا، وتبقى بوستر 2026 تبقى هنا. ويا سلام بقى تبقى ريم قاسم هنا تحت في الالاينمنت مع الجزء ده، وبوستر تبقى الاينمنت هنا، و2026 تبقى الاينمنت مع اخر النص ده. بس يعني يبقى جامد جدا. بس لا، لذيذ قوي قوي. طيب، بصوا هنا برضو جامد. بس بالنسبة لي تاني أقوى الصراحة، بس ده برضو جامد ما فيهوش مشاكل. بس أنا مش عارف ليه أنت مش سايبة مساحة كافية. الليدنج بين بوستر وعشرين ستة وعشرين بصراحة شكلها مزعج من بعيد. كنت محتاج تسيبي مساحة كافية بينهم هما الاتنين. آه ثواني. طيب، هنا لذيذة. بصي بقى هنا لما كله الاينمنت مع بعض الشكل لطيف قوي. طريقة توظيف المثلثات مع الصورة برضو حلوة جدا. آه التكست اللي هنا، المساحة اللي تحتيه، النص اللي متوجه المثلث ده عامل فوكال بوينت لذيذة قوي مع التكست ده، مع النص اللي تحت، مع اتجاه النص وهو نازل تحت. فعارفة قفل التصميم قفله لذيذ. حرف ال H اللي هنا اللي انتي قطعاه من حرف ال H اللي هنا،
اعتقد يعني لو انا عيني لقطة صح، فحرف الاتش اللي هنا ده يعني وزن التصميم وزنة خرافية. يعني لولا ده كان هيبقى، كان لا يعني كان هتبقى في مشاكل كتيرة جدا جوه التصميم. لا جامد. ده ليه ريفرنس؟ استنى، ليه ريفرنس صح؟ اه بس هو ما كانش كده بالظبط، بس ليه كان ساعتها. ايوه انا عيب عليك. طيب هبعتهولك ما تقولش نفسك يعني. لا لا مش هدور عليه والله، بس بتأكد بس ان انا عيني جابت صح. ايوه. بس عامة هو كدايركشن ده، يعني هو مش معنى ان هو ليه ريفرنس ان هو في حاجة متقلدة او كده، بس الدايركشن ده عامة منتشر معروف يعني. الجريد، الحته مم. بتاعت الجريد دي هي اللي واخداها هنا. بالظبط لذيذة قوي. بس حاسس ان لو كلمة هيرد دي كانت باللون الاحمر كانت ممكن تبقى شكلها حلو. يعني جربتها بس الكونتراست بتاعها ما حسيتهوش قوي، بلس ان انا كنت عايزه اعمل كونتراست في الصوره نفسها بالريكتانجل يعني بس اللي كنت كانت. اقول لك، كنت لسه اقول لك الفوكال بوينت اصلا جايه على الصوره مع التكست ده. ايوه بالظبط. لا جامد بجد. بس عندي حاجه مش عارف برضو، انت اكيد جربتيها فانت هتقولي لي هي صح ولا لا. التكست ده لو كان نزل في المديول اللي هنا تحت كان شكله حلو انا ولا كنت جربته في كذا مكان، بس انا كنت عايزاه يوازي نهايه البيهيفير، الحته بتاعت الاي دي اعمل لها الاينمنت فوق كده، فاهم الحته دي؟ مم. بس بصراحه جربتها لذيذ. في كذا مكان لا هي لذيذه. لا حلو جامد. ده خطير. بس برضه نفس القصة بتاعت توستر وريم، لما لو اتقفلت الاينت مع هيرد بيهيفير دي هتبقى شكلها جامد جدا. وفي نفس الوقت برضه دونت تو ستاند اوت دي لو كانت الاينمنت مع الشيب اللي هنا برضه كانت هتبقى شكلها حلو جدا. قصدك نهايتها يعني. اه تبقى نهايتها الاينمنت هنا شكلها لذيذ. يعني ده جامد. انا عاجبني قوي ان انت مش يعني مش عارفة طريقة التوظيف بتاعت النص مش ستاتيك انا يعني. بجرب كذا حاجه. اه بصراحة عاجبني أوي الموضوع ده. يعني عندك هنا، بس عندي هنا مشكلة بصراحة. الريم هنا تحت ككتلة مع اللون الأحمر تقيلة. فكانت محتاجة إن دي تيجي قصادها تحت هنا، كانت هتقفل أحسن. اوكي تمام، حلوه يعني دي. اه كانت هتقفل أحسن. بس يعني لو هنا أكتر حاجة فعلا فعلا عجباني أوي الجزء اللي تحت ده. ليه؟ آه اللي هو النص الجزء ده مع الجزء ده ان هو نازل تحت، مدي تجربة مختلفة. فشكلها حلو قوي، والجزء اللي فوق متوازن متناسق مع بعضه. شكلها لذيذ. بس دي لو نزلت هنا التصميم هيتقفل حلو قوي. تسلم ايديك يا كريم والله، شغل خرافي. تمام. يحيى، اه الراجل المحترم اللي عامل PDF وحركات. طيب بصوا بقى هنا ادي الشيب اللي هو طلعها. بصوا فهو راح مسك الشيب، عملها تقريبا ده ده سبيكة ذهب تقريبا او حاجة شبه كده. المهم هو عملها 3D ووزع التكست على هذا الاساس. بصراحة بالنسبة لي شايف ان الفونت ما كانش مناسب، بس كده كده الهدف من التاسك ده هو بس فكرة ان انت ازاي ان انت بتطلع شيب وبتبني على اساسها ديزاين ايا كان فكرته. فمش هنعلق على اي حاجة تخص مثلا شيب، تخص طريقة تنفيذ او كده، منين هي مش الكور او مش هي الاساس.